ازيكم؟ دي اول قعده من تيك وان بودكاست. زي ما قلنا هي مجرد قعده، اتنين صحاب بيقعدوا على القهوه بيتكلموا في اهتماماتهم الفنيه بشكل طبيعي خالص. وبنفس قعده القهوه والروح بتاعت القهوه هنرغي شويه عن الفن. ازيك يا يوسف؟ عامل ايه؟ ازيك يا رامز، ايه الاخبار؟ احنا ليه قررنا ان احنا نعمل بودكاست؟ تقريبا عشان عندنا كلام كتير قوي محتاجين نقوله. دايما مضيعين الكلام ده على القهوة، محدش بيسمعه غيرنا، فقلنا نجرب، يمكن حد يسمعنا ويتبسط. وفي وسط زربيح البودكاست اللي انتشر على السوشيال ميديا ده، يعني يخلينا يبقى عندنا شويه حافز ان احنا نبقى موجودين. يمكن نقدم مثلا حاجة احنا حاسين ان هي هتعجبكم، او يمكن بنقول حاجات ممكن تكونوا محتاجين تسمعوا حد بيتكلم فيها، وادينا بنجرب. وهي عبارة عن وجهة نظر في الأول وفي الآخر، مش بالظبط. أكتر من كده. يمكن شوية معلومات عشوائية مش مترتبة على الإطلاق، بس إحنا هنحاول ننظمها بقدر الإمكان. اكيد. طيب، لما يوسف بعت لي من كام يوم وقال لي رامز أنت عندك تاسك، دور لي على آه، المؤلفين الأبرز في الألفية الجديدة. يعني آه، خلينا مثلا نفكر ونجمع كده مين اكتر المؤلفين اللي ممكن يكونوا مؤثرين بداية من سنة الألفين لحد وقتنا ده، ويكونوا متنوعين على مستوى السينما وعلى مستوى الدراما في نفس الوقت. بالظبط، ده اللي فكرنا فيه. احنا فكرنا في احنا بقالنا 24 سنة في الألفية الجديدة. عندنا تقريبا ممكن نقسم ال 24 سنة دول لجزئين أو ثلاثة أو أكتر. في أول الألفية كان امتداد لسينما معينة، وبعد الثورة كان سينما تانية خالص، وبعدها توقف تام، ودلوقتي تحس ان في سينما تالتة او في نوع او شكل تاني غير المتعارف عليه بقينا نتفرج عليه. فاحنا طبعا اتلخبطنا شوية، بالذات لما جينا نتكلم عن المؤلفين او السيناريستات. لقينا ان في ناس كانت عظماء في اول الالفية ما بقتش موجودة طب دلوقتي. انا هسألك سؤال، انت اتصدمت؟ فوجئت بأي حاجة؟ كان عندك احساس عامل ازاي لما بدأت تدور وتطلع الهيستوري كده، وانت بتستكشف او انت يعني بتبحث عن المؤلفين؟ لقيت يعني اتفاجئت طبعا اكيد، لان في اسامي دايما مش يعني هي في بالنا، وهي في الوسط وهي موجودة، وفعليا هي ما بتنتجش حاجة بقالها اكتر من 5 و6 و7 سنين. وفي اسامي في وجداننا وموجودة ومش قادرين ننساها، بس هي فعليا مش موجودة في الوسط. هي مختفية. هي ملهاش حتى لقاء ولا حتى مكالمة تليفونية مع اي برنامج او على الفيسبوك او على اليوتيوب او على اي حاجة. ف يعني لما نكلمكم النهارده شويه، احنا مش هنعطلكم ومش هناخد من وقتكم كتير، بس لما نتكلم شويه هتعرفوا قد ايه في مفاجآت لقيناها. لما دورنا لقينا ان عشان نبقى حقانيين قوي واحنا بنتكلم على من بدايه الالفيه لغايه دلوقتي، في ناس هتتظلم. مين هم اللي هيتظلموا؟ الناس اللي لسه طالعه، الناس اللي لسه شغاله من اول 2020 او من بعد الثوره. في كميه كتاب شباب طالعه رائعين، رائعين فعلا. يعني احنا مستنيين منهم الكتير جدا. وفي ناس كتاب كانوا لسه شباب من بعد الثورة دلوقتي بقوا كتاب كبار. فاحنا حاولنا نعمل ميكس كده او نشوف مين فعلا اللي يستحق يبقى في شورت ليست من 5 اسامي من سنة 2000 لسنة 2024، على كذا رأي، على تعدد الأعمال، على تنوع المواضيع، على ان الراجل ده او الست دي قادرة توازن ما بين السينما والتلفزيون، او على الاقل قادرة تبقى متواجدة سنويا بعمل. عدد الاعمال نفسه فرق معانا. في كتاب حلوين جدا، يعني مثلا هيثم دبور كمثال. هيثم دبور عامل 3 او 4 افلام بالنسبة لي انا من احلى الافلام في السينما اخر 10 15 سنة. لكن هو لسه كسي في لسه ما مش نقدرش مكتمل نقول بقدر بالظبط، لسه هو محتاج اكتر. محتاج تلفزيون، بالظبط محتاج دراما. محتاج. يعني هيثم دبور ما كتبش دراما، هو كتب فوتوكوبي، كتب عيار ناري، كتب وقفة رجالة اللي بموت فيه، كتب واحد تاني بتاع احمد حلمي. فحد شاطر جدا. في كاتب رائع زي محمد هشام عبية، متألق بقاله 3 رمضانات الراجل كتب لنا
مسلسل متكامل زي صلة رحم رمضان اللي فات. الراجل كتب لنا السنة اللي فاتت رسائل الإمام، بطلوع كتب الروح. لنا بطلوع الروح السنة اللي قبلها. فبتتكلم ان الراجل بقاله تلاتة سيزون رمضاني قادر يثبت نفسه بمسلسل، بموضوع مختلف، ببطل مختلف، بمخرج مختلف. يعني نقدر نقول ان كاتب مستنيينه بقوة الفترة اللي جاية. في طبعا مش هنقدر ننسى رنا. رنا ابو الريش ويسري طاهر بالظبط يعني. يعني عملوا لنا تحفه في كامل العدد، بس ستيل لسه هم عندهم سي في محتاج يكتمل. وهم بالاساس هم خريجي الورش اللي هنتكلم عليها طبعا بالتفصيل بعد كده. دينا نجم برضو من الناس الهايلين. محمد دياب او آل دياب كله. بالظبط. يعني آه، قال دياب برضو احنا يعني. طب هقول لكم على حاجه، احنا نبدا ونقول لكم الاسامي او نقول لكم اسم ونتكلم عليه شويه، وفي الاخر ممكن يعني تقترحوا علينا مين فعلا اللي يستحق، وممكن نعمل قائمه تانية وتالتة، لان فعلا مصر مليانه سيناريستات محترمين جدا. اه احنا دايما نسمع عندنا ازمه في الورق، عندنا ازمه في الورق، بس فعلا ممكن يكون الناس دي وناس اختفت دلوقتي مهم قوي ان هي ترجع للساحه تاني عشان ما يبقاش عندنا ازمه في الورق. بس احنا بالتاكيد عندنا ازمه في الوقت. عندنا ازمه في الورق، مش هقدر انكر يعني رغم كل اللي انا قلته. بص هو يمكن الكتابة المتعارف عليها بالشكل القديم ما بقتش تلقى القبول دلوقتي. يمكن احنا عاش في وجداننا شوية حاجات شكلوا وجداننا مجموعة كتاب هنقول أسماء منهم النهاردة. بس يمكن الحكم على الجيل الجديد فعلا هياخد شويه وقت. بالظبط. فمن الظلم ان احنا نقول مثلا ان حد بدأ في 2015 او 2016 ومن بعدها بقاله مثلا 9 سنين 8 سنين 5 سنين ايا كان العدد قد ايه هو ادى كل ما عليه او وصل للمرحله اللي احنا نقول ان هو متنوع بشكل متكامل، بالظبط. قدم كل اللي او عنده. ذو تجربه فنيه نقدر نحكم عليه. بالظبط. فخلينا النهارده احنا هنتكلم عن الخمسه يمكن اللي من وجهة نظرنا هم اللي عندهم قدر ما من التكامل او السي في المكتمل او ال آم، آه، من الاخر اللي تقدر تبص عليه وتطلع بوجهه نظر او تطلع براي في سيرته الفنيه. بالظبط. الخمسه دول احنا اخترنا منهم يعني هنبدأ بتامر حبيب. بالظبط. نتكلم على اول واحد تامر حبيب. تامر حبيب من اكتر الناس اللي فاجئتنا واحنا بنختار القايمه دي. تامر حبيب اخر عمل ليه كان في 2020، كان لعبة النسيان، وكان يعتبر اشراف يعني اكتر على الكتابة مع رنا أبو الريش ويسر طاهر. فقبلها كان في حلاوة الدنيا في 2017، كان برضو اشراف على الكتابة مع اسماء عبد الخالق وانجي القاسم. سامع عبد الخالق. سما سوري انا اسف. قبلها فعلا كان اخر مسلسل مكتمل تامر حبيب قعد يكتب فيه كمؤلف ورب مشروع، وهو لا تطفئ الشمس في 2017. اخراج محمد شاكر خضر. بالظبط. من 2017 ل 2024 بنتكلم في 7 سنين. هو فين تامر حبيب؟ احنا ما نعرفش. طيب هتسألنا. مع الاخذ في الاعتبار ان تامر نفسه هو لما بيطلع في انترفيوز وبيتكلم عن نفسه هو مش بيقول انا غايب ليه، بالظبط. بس هو بيتكلم عن تجارب ليه معينه. يعني اتسأل سؤال وقالوا له انت في حاجه مش حاببها في شغلك، فقال لهم لعبه النسيان. امم فده ان دل على شيء يدل ان هو تحسه مش مبسوط، مش عارف يطلع جديد. في حاجه كده حتى يعني في طريقته، او هنقول ان هو بيشرف على ناس. الموضوع دوت مش قادر يخليه برضو يطلع كل اللي عنده. بالظبط. وتامر حبيب يعني من الناس اللي متواجده. انت بتشوفها في التلفزيون كتير، انت بتشوفها في مهرجان الجونه، انت بتشوفها على اليوتيوب، انت بتشوفها على الفيسبوك بيكتب اراء، بتشوفها على تويتر. هو متواجد. تامر لكن موجود في البرامج، تامر بيمثل، بالظبط. تامر دايما متواجد. هو حتى بيقول انا عن نفسي انا شخصيه بتحب الحياه، وهو بتحب هو تنتشر. فعلا من الكتاب القليلين قوي اللي نقدر عليهم من الكتاب النجوم. هو راجل تامر مثل في كذا عمل، فوشه مألوف معروف،
بعيدا عن بعض الاراء من بعض الناس او تصوراتهم لشخصيته اللي احنا ملناش دعوه بيها اطلاقا. بس انت دلوقتي هتسالنا طب ليه تامر حبيب من قائمه فيها 5 اسامي من افضل الكتاب او من اشمل الكتاب في الالفيه الجديده؟ طب ممكن. انت يعني خليني ابدا معاك كده، انت ايه اكتر حاجه بتحبها لتامر حبيب؟ سؤال صعب جدا، بس يعني دلوقتي لما ابص من بعيد طب انا انت بحب. عارف، هسالك سؤال تاني، اه. انت عارف ايه اكتر حاجه بيحبها تامر حبيب نفسه؟ اعتقد سهر الليالي. الاجابه ما كانتش كده. حب البنات. الاجابه ما كانتش كده. ايه طيب. انا العشق والهوى، الفيلم المفضل لقلبي، اوكي. والفيلم اللي انت مش انا مش من يعني مش من محبي محبيه عن قوي. العشق والهوى. وعلى بس فكره انا يعني رايي تلاقى مع راي المخرجه الكبيره طبعا، اللي هي مخرجه عن العشق والهوى، اللي هي كامله ابو ذكري. وهي اعلنت بصراحه يعني في بودكاست في احدى المنصات ان هي ما بتحبش الفيلم ده تماما، وما اتفرجتش يعني ما اتفرجتش عليه بعد ما انتجت، بعد ما الفيلم كان اخرجته. فيه مشاكل على مستوى النقد وعلى مستوى التحضير، يمكن خلاها يبقى عندها أزمة تجاهه. بس الفيلم نفسه يا يوسف، هو يعني الفيلم فيه كمية مشاعر وفيه كمية كاركترز وفيه كمية انفعالات. يمكن آه، الظروف بتاعت الفيلم أثرت عليه أو أثرت على الإخراج النهائي. بس لا الفيلم معاك. هو من افضل ما كتب تامر حبيب، بدليل ان هو يعني هو مليان مليان شخصيات ومليان احداث مغزوله حلو. انا معاك جدا، بس هي انا بالنسبه لي. خليني بس اقول ان تامر قال ان ده الاقرب لقلبي، تمام، وهو الاقرب لقلبي انا كمان، فانا بشكره جدا وبقول له يعني وكاملة قالت ان هو مش الاقرب لقلبها وهو مش الاقرب لقلبي، فانا بشكر كاملة. انا بشكر تامر جدا بصراحه. فخلينا طيب نتكلم برضو عشان الناس تبقى معانا اكتر. وكل ده هيظهر لكم برضو على الشاشة ان شاء الله. تامر عنده بدأ بداية تقريبا صاروخية في السينما. من 2003 نزل سهر الليالي، عمل ثورة في السينما، عمل ضجة. يعني تقريبا صداها لغاية دلوقتي بيحصل. يعني لما فيش تقريبا برنامج استضاف تامر حبيب من غير ما يقول له غير بيتكلموا على على سهر على الليل سهر الليالي. بالظبط. ما فيش برنامج استضاف هاني خليفة من غير ما يتكلموا على سهر الليالي. فيلم عمل بوم، عمل فيلم عمل انقلاب. يعني بكل اطراف العمل. يعني اسعاد يونس يعني اسمعوها كده وهي بتتكلم على سهر الليالي، في كميه احداث بتتكلم عليها وان قد ايه ما كانش متوقع ان الفيلم ده ينجح، وقد ايه يعني الفيلم ده غريب. وهاني خليفه لما يجي يتكلم عليه بشخصيه هاني خليفه بخلفيته. لا 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 الفيلم انت عارف فكره سهر الليل جت منين؟ نجح. لا ممكن تقول لي. انت عارف انا بحب الحكايات يعني، اه وبحب طبعا. اسمع قوي الديتيلز اللي ورا خروج الافلام او الاعمال الدراميه بشكل عام، يعني سواء كانت سينما يعني او تلفزيون. فتامر اتسأل على الفكره بتاعت سهر الليل جات له منين. آم، هو تامر كسول جدا، هو بيقول انا كسول. اول معرفه ليه كانت بداود عبد السيد، مظبوط. المخرج والمؤلف الكبير. ف لما بيقول انا الفكره جات لي ان انا كنت لسه عندي 26 سنه، متخرج بشق طريقي، كسول شويتين، عندي شايف ان انا عندي الموهبه او ان انا هعرف اعبر عن عن شيء ما. بس بيقول ان انا كنت في واحد صاحبه كان عنده اجنس عربيات، وكانوا كانوا متعودين دايما كل وقت يعني بيروحوا يلعبوا استيميشن عنده، بيقعدوا لحد الساعه 3 4 الصبح. مم. وفي مره راحوا كانوا قاعدين وسهرانين عادي، بيقول انا لقيت الحوار خد منحنى تاني. مجموعه من الاصدقاء ابتدى الكلام يروح لعلاقاتهم، للتفاصيل اللي كانت ما شغله بينهم. حياتهم في الوقت دوت. فابتدى ينور في دماغه انا فين. ابتدوا يقولوا ان احنا كبرنا، حتى في جمله شهيره في سهر الليالي، احنا بالظبط. بنكبر ولا ايه، ودي جمله مهمه يعني تامر بيعزها قوي. بس فبيقول انا لما كنت راجع بقى يوميها، جت في دماغي طب انا عايز اكتب عن الحاله دي. مم. طقت في دماغه انا عايز اكتب عن العلاقات ديت، اكتب عن الحالات دي. يمكن انا مش عايشها وقتها، وهو يعني في الوقت ده ما كانش عايشها فعلا، بس الموضوع نور في دماغه الفكره.
اللي هو زي فتحي عبد الوهاب لما كان عنده اجنس عربيات وابتدى بقى يجمع التفاصيل والديتيلز ديت من علاقاته. بس فنرجع تاني بقى لداود عبد السيد. داود عبد السيد قال له انت ليه مش بتكتب؟ انت عارف ان انا اول فيلم ليا كتبته بعد 10 محاولات، 10 سيناريوهات وما اتعملوش، والعاشر هو اللي اتعمل. داود عبد السيد هو اللي كتب كل اعماله. فتامر يعني هو قال ساعتها، قال انا استصرت كده وقلت ايه ده، ايه اللي انا بعمله ده؟ انت للدرجه دي كسول؟ للدرجه دي مش قادر تطلع منتج؟ فقال لك ساعتها، انا سميته، قال لك انا هعمل الفيلم عن المتجوزين، اوكي. هكتب فيلم عن المتجوزين، اللي هو اليوم الفكره اللي جات لي ديت. وحتى الان هو اكتر فيلم بيعبر عن المتجوزين. دي حقيقة. فسهر الليالي بجد فيلم حقيقي بجد، يعني هو فيلم سينمائي بحت. كنت يعني انا ما دخلتوش سينما، كان ممكن يكون كان سني صغير شويه، بس كان نفسي يعني يرجع بيا الزمن واخشه في السينما. انا فاكر كويس قوي يعني الحاله ساعتها كانت عامله ازاي، فكان نفسي فعلا اخشه. بعدها على طول تامر كتب حب البنات. فبصوا احنا لو قعدنا نتكلم على كل فيلم هنقوله في القايمه، لان احنا تقريبا الخمس كتاب احنا بنحبهم جدا وبنحب اعمالهم جدا، فاحنا هنحاول نختصر شويه برضو عشان الوقت. حب البنات مع خالد الحجر يعني ايقونه، اقل حاجه تتقال عنها اللي حصل السنه دي في الفالنتاين لما اتعرض الفيلم تاني في زاويه، وقد ايه الناس والولاد الصغيره والشباب راحت الفيلم ورقصت جوه الفيلم على الاغنيه لا لا، يعني حب البنات برضو بالحاله حاله التمثيل الرائعه اللي جواه، كمان بالحوارات اللي ممكن نكون بنتريق عليها ونعمل ميمز وكده، بس فعلا الفيلم ده رائع رائع اشرف عبد فعلا. الباقي، اشرف عبد الباقي شخصيه عمره حقيقي. فطلع من حب البنات بالحاله اللطيفه الخفيفه الجميله لفيلم زي عن العشق والهوى، كله دمار يعني كله. دمار، اه دمار، علاقات متشابكة، تفاصيل كتير في الشخصيات، كعادة تامر للأمانة. يعني هو تامر من ساعة ما بدأ، خلينا يعني هنرجع لكذا زاوية في موضوع الكتاب اللي بيميلوا ان هم يكتبوا لكاركترز كتير، دايما اعمالهم فيها كاركترز كتير، فيها شخصيات، فيها علاقات. تامر من الناس اللي بيقدر يكتب جمل حوار حقيقي صادقة وحساسة جدا 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 جدا. هو اكتر واحد، حتى هو بيقول انا بقول الكلام وانا بكتب، بكرر الكلام ده انا حاسه ولا مش حاسه، الكلام ده لو انا واصل لي هو هيقدر يوصل للمتلقي على طول. فتامر عنده حالة كده وصبغة بيحطها في حواره تحديدا، بتلمس قلبك في النقطة دي بالظبط. يعني انت لو يعني احنا لو وقفنا دلوقتي كلام رامز وبعد كده شغلنا اي مشهد حواري ما بين اي شخصيتين في سهر الليالي، يعني منى وفتحي عبد الوهاب، حنان ترك واحمد حلمي، الشخصيه بتاعت خالد ابو النجا وجيهان فاضل، شريف منير وعلا غانم، شغل اي مشهد هينطبق عليه الكلام اللي قاله رامز. شغل كده اي مشهد ما بين الاخوات في حب البنات، حنان ترك وليلى وهنا شيحة. شغل اي مشهد ما بين العلاقه في اخر فيلم او في نص فيلم عن العشق والهوى ما بين منة شلبي وبين احمد السقا. جميلة. شغل اي مشهد اي مشهد في واحد صحيح، ترابط فظيع، بجد. هو الكاركترز قادر بيكتبها بعناية رهيبة. هو دايما بيبروز المشاهد بالذات الثنائيه. طب انت هو عارف، يعني انا سألتك سؤال في الاول وانت اتهربت منه، اوكي، وقلت لك ايه الاقرب لقلبك لتامر انا قلت حبيب؟ لك واحد صحيح. انت قلت لي جاوبتني يعني. انا طب قلت واحد صحيح. انا بقول لك ان يعني الاقرب لقلبي انا بقى، يعني غير انت غير عن العشق والهوى، اوكي. بس انا يعني بحب له جدا 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 دراميا شربات لوز. لا شربات لوز احنا يعني شربات لوز ده ممكن نعمله بقى بودكاست لوحده نتكلم فيه يعني اصل باستفاضة. تنوع الكاركترز، التفاصيل الكتيرة، العلاقات، تامر مرعب في الموضوع شربات ده. لوز تقريبا طلع حالة شربات دلوقتي لوز بالنسبة لي كانت بديعة. بالظبط، طلع كل الصف الاول اللي شغال دي دلوقتي حقيقة. وشايل أمينة السينما خليل، والدراما.
يا ريهام حجاج، فراج، فراج، سلام. سلام، لا كتير كتير، لو رجعنا تاني للكاست وحالة يعني. كانت عباسية كده جميلة، سمير يعني ما غانم يا تفهمش جماعة في حصلت ازاي. انا مش عارف اصلا ازاي سمير غانم يعني هو فكر ان هو يجيبه، اللي هو اصلا انا يعني ما بقتنعش ان سمير غانم ينفع تديله سيناريو، ما بقتنعش. بالظبط. ما ينفعش تدي سمير غانم سكريبت وتقول له مثل السكريبت ده، ده جنان. فان هو اصلا يقنعه سمير غانم ان هو يمسك السكريبت ويعمل الكاركتر العظيم اللي عمله في شربات لوز، لا حاجه. يسرا ورجاء طلعت رجاء قالت الجداوي، رجاء كانت الجداوي. هايلة. يسرا طلعت قالت ان احنا اللي منعنا ان احنا نعمل جزء تاني من اكيد. شربات لوز هو عدم وجود سمير غانم. يعني كان قالت ما نقدرش ان احنا ناخد اكشن زي ده، لانه هيفقد المسلسل كتير قوي. خالد مرعي طبعا مخرج شربات عظيم لوز، عظيم وكان خالد كان خالد مرعي. مرعي بقى في في البيك بدايه بتاعه. توهجه، او البيك بتاعه زي ما انتم بتقول. بالظبط، شربات لوز كان في 2012. طيب احنا كده اتكلمنا وقفنا عن العشق والهوى. احنا برضو انا عايز اوريكم قد ايه السي في مرتب كده شكله عامل ازاي. بدأنا بسهر الليالي، حب البنات، عن العشق والهوى. بعدها في 2007 عمل برضو بومينج بتيمور وشفيقة، يعني الكابل اللي الناس كلها بتحبه، السقا بس ومنى. تم انتقاده جامد. طبعا طبعا، وتم انتقاده بقى في تامر حبيب نفسه في القصة وان ازاي. وبصراحة انا مع الانتقادات دي، يعني معلش انا اسف، بس انا متأكد ان تامر حبيب ما كانش في دماغه كل اللي بيتقال، هو وما تامر كانش فعلا قال كده، ما كانش في قال دماغي ان الراجل يعني هو خدها من منظور سينمائي انه ضحى كتير قصصي عشانها، بس او بالظبط. فهي كانت بتبين له حاجه، رغم انها حاجه كبيره انها بالظبط، تضحي بمنصب زي ده، بس هي بتبين له مقدار لكن من لو الحب بنتكلم والتضحيه. بالمنطق، يعني انا اسف بس ما فيش وزيرة هتسيب منصبها عشان خاطر شفيقة عملت كده. اي حاجة. يعني يمكن شفيقة لو رجع بيها شفيقة عملت الزمن كده. مش هتعمل كده تاني. وبعدين انا شايف ان احنا نحط الموضوع في اطار تمام، وهي حكايه اتحكت بشكل معين، وخلاص على كده يعني. ما بالظبط. تاخدش اكبر من حجمها. فهو والفيلم في بدأ الاخر نجح نجاح صاحب يعني. جدا 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 وعايش. جدا. يعني نقدر نقول ان اربع الافلام اللي بدأ بيها تامر حبيب الاربعه عايشين. بعدها يروح للسينما مع يسرا في خاص جدا، في مسلسل انا مسلسل بحبه، جميل جدا. بحبه جدا. واعتقد ان خاص جدا كان اول ادوار اياد نصار اللي بدأ يتعلم مع الناس. انا يعني انا دايما انا بحب اياد نصار جدا، واياد نصار ليه حلقه حلقتين ثلاثه هنرجع لهم الفتره الجايه. فمعلش انا يعني دخلته في الحوار يعني. بس انت عارف ان في ملحوظه مهمه جدا على خاص جدا. يسرا ساعتها طلعت بشكل مختلف تماما. الفيدباكس اللي جت على المسلسل ده ان يسرا كانت، هي كانت طبعا طبيبه نفسيه. المساحه اللي كان واخدينها الناس او الابطال بتوع المسلسل كبيره جدا. كبيره جدا، ويسرا اجادت يعني عملت حاجه مختلفه. كانت ممكن تتمسك بفكره ان انا دايما المحاوره، انا الكلام عندي، انا مش عارف ايه. لا، يسرا سمعت كتير قوي المسلسل ده. مظبوط. يسرا كانها كانت بتقدم يعني اتموسفير كده تمام. نقدر يعني نقول قد ايه يسرا دي حد بيفهم وبيجيد اختيار الادوار بتاعته. حقيقي. فيعني خاص جدا بالنسبه لي حاجه مهمه جدا. اكيد. ففعلا خاص جدا كان حاجه يعني هايله. بعد كده وقف شويه تامر عشان الثوره، ورجع يعني ب 2011 بالفيلم اللي انا يعني بالنسبه لي من احلى افلام تامر حبيب وهادي الباجوري، واحد صحيح. فيلم مش واخد حقه. ليه بتحب واحد صحيح ده؟ مليان حاجات. عارف انا بحب دايما الحاجات اللي علاقات كتير بتقشعر، برضو اللي متشابكه. بتقشعر دي. هو في ده جدا. بس الفيلم فيه طبعا مشاهد جريئة كتير وفيه افكار جريئة كتير، بس هو فيلم كان دور مهم رانيا يوسف كان. جدا جدا. يعني وياسمين رئيس كانت عامله دور كويس، بسمة كانت عامله دور هايل، كندا علوش كانت عامله دور حلو جدا. بمناسبة الحكايات برضو مم. عن تيمور واحد وشفيقة. صحيح. تيمور وشفيقة. تيمور وشفيقة كان تامر والسقا قاعدين بيلعبوا، وقال له انا عارف ده. مم. قال له اختار نوع فيلم نكتب عنه. فقال لك رومانتك كوميدي.
قال لك واحد بيحب وزيرة بتتجوز بالظبط، وزيره بتتجوز واحد الحارس بتاعها اللي هو جارها من هم عيال بالظبط، وطلعوا الفيلم. فلا هي هم بتيجي كده، بالظبط. هي بتيجي كده. بالظبط. بعد واحد صحيح عمل شربات لوز اللي احنا اتكلمنا عليه ومش هنوفيه حقه طبعا، بس عمل هايل. بعدها اشتغل برضو مع يسرا تاني في التلفزيون، في مسلسل نقدر نقول ان هو ما نجحش قوي، او يمكن عشان جه بعد شربات لوز فما خدش الاهتمام الكبير، اللي هو نكذب لو قلنا ما بنحبش. وكان تقريبا يعني تكرار نجاح او بالظبط استغلال نجاح، بالظبط ودايما دي ما بتظبطش يعني. بالظبط. يعني لكن خلينا واقعي. بعدها عمل عمل ايقوني اسمه جراند اوتيل. عمل يعني تقريبا من انجح المسلسلات اللي اتعملت في الالفينات، ونجح مع كل طبقات المجتمع، ونجح كمان بره مصر. دي حقيقة. وكان حاجة جديدة خالص. احنا متعودين على المسلسل اللي بينجح بتاع يحيى الفخراني وبتاع عادل امام وبتاع نور الشريف وبتاع النجوم الكبار. عمرو يوسف ما كانش نجم كبير في التلفزيون، بس عمرو يعني من الناس اللي بتعرف تختار حقيقي. عمرو جدا، بس يعني في الوقت ده ما كانش ده. يعني لو جينا رجعنا الكاست دلوقتي ساعتها ما كانوش نجوم. أمينة يعني خليل، دينا الشربيني، محمد ممدوح، حتى أنوشكا كانت بعيدة خالص، أحمد كمال. لكن تعالى اتفرج. خالد كمال أنا آسف. تعالى اتفرج على المسلسل، لا عمل فني إبداعي من الدرجة الأولى، من الدرجة الأولى. جراند اوتيل حلقة برضو تستحق حلقة لوحدها. بالظبط يعني جراند دينا الشربيني عملت دور هايل في الفيلم بالظبط في المسلسل ده يعني. انت عارف انا شهادتي مجروحة بدينا. دينا الشربيني من اجمل الممثلات اللي في الوسط دلوقتي حقيقي. فيعني هيحين الحديث عنها اكيد في وقت. بالظبط. احنا بس قبل جراند اوتيل نسينا يعني حاجه مهمه، من كتر ما انا عايز اشكر فيها ما اتكلمش عليها، وهي طريقي مع محمد شاكر خضير. عمل مكتمل. يعني حقيقي عمل مكتمل. عمل وريسك كبير قوي. شيرين انت عارف ان شيرين يعني مش ممثله طبعا، وفكره ان هي يجيد توظيفها بالشكل ده، والاتموسفير اللي كان موجود في المسلسل كله. لا بس وكمان على مر سنين كتير، يعني الشخصيات بتتطور بمرور العمر. وحسن استغلال الاغاني. لا الاغاني كانت بديعه في المسلسل ده. طبعا الحلقه اكيد كملها محمد شاكر خضير، بس ما كانتش هتكمل غير باحساس تامر حقيقي. فهو عمل لنا عملين كبار قوي في التلفزيون زي جراند اوتيل وطريقي. بعدها برضو تقريبا كان لا تطفئ الشمس، نفس فكره نكذب لو قلنا ما بنحبش، استغلال شويه النجاح. هو عمل جاي جراند اوتيل. انا بحب لا تطفئ الشمس، بس هو يعني ما عملناش نفس الصدى اللي اخدوه غيره. هو ما كانش مكتمل زيهم يمكن حقيقي. بعدها عمل زي ما اتكلمنا في الاول لعبه النسيان وحلاوه الدنيا كاشراف، وتوقف واختفى من العمل تامر حبيب. ولكن سي في حقيقي نقف عنده. يعني حتى لو تامر حبيب لا قدر الله فعلا ما قدرش يشتغل الفترة اللي جاية وما قدرش ينتج اعمال جديدة تاني. طب انت تفتكر ليه؟ انا مقدر ان ممكن ده يكون كسل او حالة خمول فني وهيرجع تاني، لان دي بتحصل. اعتقد ممكن يكون خوف. دي بتحصل لناس كتير. بس خوف لان السينما اتغيرت، التلفزيون اتغير. ممكن يكون خايف. تفتكر ان نوع الاعمال اللي هو بيكتبها ما بقتش مناسبة دلوقتي؟ اعتقد لا، مناسبة جدا، لان احنا لغاية دلوقتي بنتفرج على الحاجات دي. بنتفرج بس مش عارف يعني هو محتاج يجرب. هو رصيده يسمح بفشل او 2 حتى او 3. في ناس تفتكر تامر ناقصه يشتغل مع مين كمخرج؟ او ممكن يبقى هل لو لما يكتب حاجه جديده هيكتب حاجه لنفس التيم اللي كان بيشتغل معاه زمان، يعني اللي هم الناس اللي يعني محمد شاكر، كامل ابو ذكري، الناس اللي هم اعتقد من نفس المنتاليتي دي، ولا هو ممكن يجرب حد مختلف؟ اعتقد لو جرب عمل تجربة مع كريم الشناوي ممكن تبقى شيء بديع. هو كريم الشناوي بصراحه يعني اي حاجه يشتغل مع اي حد. يعني انا بحب كريم الشناوي قوي يا جماعه، جدا يعني جدا. كريم الشناوي هو صغير في السن، بس هو كبير الموهبة حقيقي. يعني راجل صانع سينما حقيقي.
سينما او صنع دراما حقيقي. بمفهوم السينما بالظبط. اللي احنا بنحبه، حاجه كده فيها مننا، فيها من بالظبط. احاسيسنا، فيها من حياتنا. حقيقي. فكريم يعني اعتقد لو مثل مع كريم الشناوي هيعمل حاجه كويسه. ويمكن تضحك عليا، بس لو عمل حاجه مع خالد الحلفاوي مهم. بنفس روح كامل العدد. كامل العدد، هتطلع حاجه خطيره حقيقي. احنا مش هنعمل حلقه عن المخرجين بقى اللي اقرب هنعمل احنا هنعمل حاجات كتير قوي. طيب، فكده يبقى احنا خلصنا اول اسم معانا وهو تامر حبيب. احنا ممكن نكون طولنا شويه، بس يلا طولنا بينا. جدا. يلا بينا يعني نخش حاول على ما مش هنستطرد الفتره الجايه. يعني حاول بالذات ان الاسم اللي جاي اه تقالة، يعني طب مش هنستطرد ازاي؟ حد كبير. هنجرب. يعني تخيل يعني. هنجرب. الاسم التاني معانا وهو مريم نعوم. اسم عريق له بريق. مريم جميل. مريم بصوا، انا عايز اقول يعني بداية. انت عارف، بس انا هقول جملة عامة. قول طيب. هقول جملة عامة. انت عارف قد ايه الست الذكية هي محل تقدير عنها. اكيد. فمريم نعوم هي الأذكى على الإطلاق. مريم نعوم مش بس مؤلفة شاطرة، هي عندها تفاصيل كتير قوي ممكن نتكلم عليها. وصلتها للمرحلة تيم دي. ليدر شاطر جدا جدا. طيب. وأنت- انا محتاج يعني اقول كلمتين بس على مريم نعوم قبل ما نذكر اي حاجة. مريم نعوم عملت شيء من اول 2010 كده اللي بعدين هو مش موجود ولا في السينما ولا في الدراما من سنين. مريم نعوم بدأت ترجع لنا فكرة الأعمال الأدبية وتحولها لدراما، سواء تلفزيون أو سينما. مريم نعوم عملت حاجة كتاب كبار قوي كانوا بيخافوا يعملوا ده، من بعد ما أصلا السينما بتاعتنا وصلت للعالم العربي كله عن طريق تحويل الأعمال الأدبية لناس عظام زي نجيب محفوظ وإحسان عبد القدوس ويوسف إدريس. ف يا جماعة، احنا دلوقتي لو بنتكلم على تاريخ السينما المصرية، انت مش هينفع تتكلم على غير للأرض عبد الرحمن الشرقاوي. مش هتقدر تتكلم على غير ممكن تتكلم عن الثلاثية لنجيب محفوظ. هتتكلم على أعمال إحسان عبد القدوس مع نبيلة عبيد ومع غيرها. هتتكلم على العيب وعلى الحرام ليوسف إدريس. هتتكلم على قنديل أبو هاشم. انا اسف، بس انا الاسم واقع مني. قنديل ام هاشم، انا اسف، ليحيى حقي. فنرجع تاني لمريم نعوم. مريم نعوم من اول موجة حرة هي حولت لنا عمل ادبي لاسامه انور عكاشه، وهو روايه منخفض الهند الموسمي. رجعت لنا روايه صنع الله ابراهيم، روايه ذات، الروايه اللي اصلا لو جيت قريتها عمرك ما تتخيل ان الروايه دي ممكن تتحول لعمل. ببساطه يا جماعه، روايه ذات دي عباره عن شويه مقتطفات من الصحف والمجلات والاخبار اللي بتسرد سنين بتجري ببنت. مش مريم حلقات درامية زي ما بالظبط. طلعت. هي مش مش قصه تطور مكتوبه. يعني، او مش تطور قصصي زي ما بان بالظبط. بالحلقة هو دي. كانت روايه عبقريه كتبها صنع الله ابراهيم، هي حولتها لمسلسل. يعني بديع. ما ينفعش نتكلم اصلا غير بالانبهار عليه. عملت لنا مسلسل رائع زي سجن النساء، من مسرحيه مكتوبه لفتحي العسال اسمها سجن النساء برضو. عملت لنا واحة الغروب، روايه بهاء طاهر. بهاء طاهر اللي خدت البوكر، الروايه البديعه. اصلا ازاي حد يفكر ان هو ممكن ينتج واحة الغروب بكل الامكانيات، باللوكيشنز الصعبه جدا، بالفلوس اللي محتاجينها، بالعصر القديم. جرأة كبيرة من عدل جروب بصراحة. طبعا. وللأمانة العدل جروب مش أول مرة يعملوا الكلام ده. هم بيروحوا للمناطق دي كتير جدا. طبعا. فيعني بجد شيء عظيم عملته كمان في ابو عمر المصري في روايه عز الدين شكري في شير. فيعني انا اللي عملته مريم نعوم ده اتمنى تفضل تعمله. هي متوقفه عن التحويل ده بقالها فتره، بس يمكن يعني مريم مركزة عن المرحلة بتاعت سرد بالظبط. أكتر. بالظبط. هي مركزه يعني دلوقتي في سرد، وده وابدعت لنا وخرجت لنا اعمال يعني هنتكلم عليها دلوقتي.
بس انا يعني كل لما هيجي لي الفرصه هشكر مريم نعوم على اللي عملته. وفي حاجات كتير قوي نقدر نشكر مريم نعوم عليها، بس دي من اكتر الحاجات اللي انا يعني بقدر مريم نعوم فيها جدا جدا جدا. مريم نعوم هي نفسها لما بتعبر عن او بتوصف نفسها، هي قالت انا جيت من فرنسا وكنت متعلمه بره وكده، وقالوا لي انت رجعتي ليه؟ فهي قالت انا بحب البلد دي بناسها بتفاصيلها بالطريقه اللي بيعيشوا بيها، وحابه اعبر عنها. انا مش هقدر ابقى عايشه بره واعبر عن ناس تانيين. فبالتالي الحكايات اللي بتقدمها مريم نعوم، سواء يعني لو هي من اعمال ادبيه وبتحولها لافلام او مسلسلات، او اعمال من ابداعها الشخصي، هي فعلا بتوصف حالة الناس، بتوصف بشر وناس حقيقي، بتقدر تعبر عنهم بكل إخلاص وأمانة. فمريم بالنسبة لنا حد يعني خلاص هو عمل المطلوب منه ان هو يقدر يقول ان مريم تصنف من اهم الكتاب اللي جم آه، يمكن في تاريخ مصر. مريم زي ما بقول هي مش بس سيناريست او كاتب شاطر بيعرف يقدم حاجات آه، سواء ادبيه او من تاليفه، لا هي مريم ليدر شاطر جدا. مريم بدايه من ليه لا ابتدت بقى الفكره بتاعت انها تبدا الورشه بتاعت سرد. حقيقي. ابتدت يبقى تقول طب انا انا دلوقتي انا ما كانش عندي الفرصه ان انا ادرس بشكل اكاديمي، وانا مش بحب الطريقه الاكاديميه قوي. فكانت الفكره بتاعت سرد اصلا ان هي تجيب ناس عندهم عايزين ياخدوا اكسبيرينس، عايزين يتعلموا، عايزين يجربوا. هي سواء بتتحمس ليهم في ورش اخرى او بتشوف ان هم موهوبين، ابتدت تجيب الناس ديت وتبقى هيد رايتر عليهم. الورشه دي او السرد دي خرجت ناس كتير جدا جدا، كلهم دلوقتي اسماء، او اشتغلت معاها، سواء هم كانوا اشتغلوا في حاجات قبل كده او هم عندهم كان خبرات قليله وكبروا مع الوقت. امثله كتير جدا زي وائل حمدي، دينا نجم، نجلاء الحديني شركتها اللي هي بتقول دي يعني هي الافضل ان انا بعرف اشتغل معاها. هلا الزغندي. هالة الزغندي، ناس كتير يمكن يسر طاهر ورنا ابو الريش برضو كانوا في الورشه معاها. مريم ليدر شاطر جدا. قدرتك ان انت تليد آه، مجموعة من الكتاب عشان تقدر تخرج عمل او اعمال متكاملة بالشكل ده، هي فعلا قدرة عظيمة، خصوصا في الوقت اللي بيتكلموا فيه عن عيوب الورش. في نقد حقيقي. كتير جدا بيقولوا ان الورش بتطلع اعمال متفككة، اعمال مش متكاملة، اعمال فيها خيالات متشتتة. متشتتة. بس انت ما تقدرش تحس ده في كتابات ورش مريم نعوم. حقيقي. عشان كده نقدر نقول يكفي ان نقول ان يعني موجة حرة اللي في رأيي هو من افضل المسلسلات اللي اتعملت في الدراما المصرية على مدار تاريخها، هو عبارة عن ورشة عمل. ورشة عمل لما حكاها وقالت حمدي، قالها بالظبط. قد يعني ايه هي كانت في عشوائيه. هي بودكاست. الفكره يعني بتطلع يعني وائل قال قد ايه الوقت اللي طلعنا فيه موجة حارة ده كان وقت عشوائي، انا لا اتمناه ان هو او يعني لا انصح بتكراره. بتكراره. ولكن ده يدل قد ايه مريم نعوم هي ليدر شاطر بيعرف يعمل من الفسيخ شربات حرفيا. بالظبط وطبعا يعني. ثقة محمد ياسين فيها كانت اكيد كبيرة جدا، ان هو متأكد ان مريم مش هتخذله. حقيقي فعلا موجة حرة كان معاها وائل حمدي ونادين شمس وهالة الزغندي واسلام ادهم، وطلعوا لنا عمل هيعيش سنين. يمكن ما بيتعرضش كتير عشان افكاره السياسية او افكاره الجريئة، لكن يا جماعة اي حد محب للدراما ولسه ما اتفرجش على موجة حرة او حتى اتفرج على موجة فايته حرة كتير، من فايته كتير. فترة، محتاج يعيد المشاهدة ويشوف قد ايه عظمة محمد ياسين ومريم نعوم في العمل ده. ف... فشيء محترم جدا. مريم نعوم بدأت في السينما بواحد صحيح بواحد صفر مع كاملة ابو كاملة زكي. أبو ذكري.
فيلم برضو مهم جدا جدا. بالظبط، ما نجحش طبعا جماهيريا او كتبته في 2004 اعتقد. بالايرادات يعني بالظبط. قعد فترة طويلة اصلا عشان خاطر يطلع للنور برضو. فيلم مهم، ولكن هي تقريبا ما اشتغلتش سينما تاني غير فيلم واحد كان اسمه بين بحرين. كان يعتبر فيلم مستقل كده، كتبته مع أماني التونسي في 2018، واتعرض في عدد محدود من السينمات. ف يعني تجربة أنا بصراحة ما شفتوش، فمش هقدر أحكم عليها. ف يعني ده بس، أو ده الجزء الجانب السينمائي في السي في مع مريم. لكن تعالى بقى طب نتكلم. تفتكر برضو ليه مريم ما كانتش سينما؟ ما اعرفش حقيقي، ده سؤال محتاجين لما نشوف مريم نعوم نسألها فيه. لان السينما محتاجة مريم نعوم قوي 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 قوي، اكتر من اي حاجة. هل ده معناه ان التلفزيون بقى فيه مساحة اكتر لمناقشة افكار مختلفة، مش لازم جريئة بس مختلفة، ممكن. اكتر من السينما دلوقتي؟ ممكن خصوصا يعني. مع وجود المنصات، وخصوصا مع يعني الطريقة المختلفة اللي المنتجين بيتحمسوا بيها للإنتاجات ممكن. التلفزيونية دلوقتي. وانا جه اصلا سؤال في دماغي، هو مين الكاتبات اللي بتكتب في السينما؟ آه، أنا مش في بالي حد للأمانة، بس كانت أماني التونسي مثلا مم. عندها فيلم أو اتنين أو تلاتة. محتاجين ندور في الموضوع، لان هو يمكن في مشكلة بقى في السينما مش في مريم نعوم. يعني في مشكلة في تواجد السيناريست المرأة في السينما، مش عارف الحقيقة. فيعني خلينا نبحث ورا الموضوع ده اكتر ونتكلم مين فيه. الكاتبات اللي برزوا غير مريم نعوم على مستوى الدراما أو السينما؟ أعتقد قليلين، يمكن سماح الحريري ممكن. مثلا. اسماء قليله جدا جدا للامانه، يعني لدرجه انها مش معديه في بالنا. فمريم حقيقي متفرده، مريم حقيقي خصوصا انها تنجح بالشكل ده وبالطريقه دي. ف يعني مريم هي دي بجد اللي تستحق الشابو. حقيقي. شابو مريم نو. حقيقي فعلا. مريم من الناس اللي انا بعشق اعمالها. نسينا نتكلم عن تحت السيطره. هو عامة تعالى كده نتكلم. هي بدأت في التلفزيون بقى بالشمع الأحمر مع يسرا، وبرضه بالشمع الأحمر انت مش تقريبا ملاحظ ان يسرا بدايات كتاب عظام. يعني هي خاص جدا 2009، بالشمع الأحمر 2010. يسرا بتدي يعني بتدي السبوت كده للناس. بالظبط. يعني ده بتاخد ريسك ايوه، عامل كده مع محمد وبتتحمس. رجاء برضه. رائع. مم. يعني يسرا يعني بتفكرني بنور الشريف. يعني يمكن نفس بالظبط. الجيل او نفس المدرسه. يعني الناس تشهد قد ايه يسرا ان هي كانت عندها الجرأة والطلاقة انها تقدم ناس كتير قوي، ونفس الكلام لنور الشريف. ف يعني ده حقيقي. شيء حقيقي جميل يعني. فهي بدأت بالشمع الأحمر، وفعلا مسلسل حقيقي حلو. كان بيتكلم على إن يسرا طبيبة لها طبيبة علاقة شرعية. بالظبط بالطب الشرعي، وكان مسلسل حلو جدا. كان اول مره تقريبا حاجه تطلع زي كده. دلوقتي احنا اتعمل لنا كذا، يعني اتعمل كذا تيمه او كذا مسلسل بيتكلموا عن الطب الشرعي، اخرهم اشغال شقه وكان زينهم وزينهم مظبوط. برضو. فلا يسرا هي اللي بدات بقى، حقيقي. يعني كل واحد ياخد حقه. فبعدها عملت موجة حارة في 2013، اتكلمنا عليه. عملت ذات، يعني يعني هي بدأت بقى تشتغل مع كامل أبو ذكري مع في ذات وسجن النساء. وبصراحة العملين سيؤرخوا يعني لمريم بس والكاملة. ودي منطقه تانية خالص. طبعا يعني. يعني انت عارف ان هو أصلا يعني ذات، يعني موجة حرة وذات وسجن النساء لو حطيتهم جنب بعض وحلفت لي ان التلاتة حد واحد اللي كاتبهم او هو صاحب المشروع، مستحيل. مستحيل تصدق. يعني التلاتة مختلفين، حتى فيهم مشاعر مختلفة. حتى انا بتكلم تحديدا على سجن النساء عشان الاثر النفسي اللي كان من سجن النساء كان كبير حقيقي. يعني مريم نفسها قالت ان انا ده المسلسل ده اثر فيا وقعدت فتره عشان خاطر تتاقلم على الوضع بعديه. هو طلع منها حاجات كتير قوي، خصوصا كمان من احتكاكها بالسجينات، وشافت قد ايه ان الموضوع صعب جدا. صعب جدا ومؤلم، وفي نسبة كبيرة يعني من ظلم وقع على الناس دي. فهي حقيقي قدرت تنقل حكايات بشكل إنساني زي ما وصل للناس، أو زي ما وصل لنا بالشكل الرائع ده. هو أكيد يعني عكس عليها بالسلب، يعني لأن هي أكيد بتكتب من وجدانها الشخصي. فبجد ذات وسجن النساء من الحاجات العظيمة اللي عملوها مع بعض. بعدها يعني يجي مسلسل
اسمه تحت السيطرة. وبرضو يعني من كتر الاعمال العظيمة اللي عملتها مريم نعوم هتبقى، احنا بنقول ايه تحت السيطرة يا جماعة؟ تحت السيطرة ده يعني نجح نجاح ساحق، فنيا وجماهيريا ونقديا وكل حاجة. يعني تامر محسن تقريبا قفل اللعبة في تحت السيطرة فعليا. وبصوا بقى اصلا جمال مريم نعوم لما تشتغل في موجة حرة مع محمد ياسين، بعد كده مع كاملة ابو ذكري في الذات وسجن النساء، بعد كده مع تامر محسن في تحت السيطرة، هي بتعمل عظمة. هي بتعمل دوتوهات مع مخرجين عظام. ف الفكره ان كان زمان يقول لك ايه، يقول لك السينما تاريخ وهي اللي بتعيش. حقيقي دلوقتي ده مش حقيقي. الوضع اختلف، انا رايي ان الوضع اختلف تماما. بالظبط. وان مريم من الناس يعني، وغيرها اكيد في ناس كتير، بس يمكن مريم ابرزهم. يعني قدرت انها تعمل اعمال وحاجات في التلفزيون هي هتعيش بجد لسنين كتير. مظبوط. يعني هنفضل طول عمرنا او هنفضل فتره كبيره قوي في حياتنا نفتكر تحت السيطره، نفتكر سجن النساء، نفتكر ذات. موجة حرة. الحاجات دي يعاد مشاهدتها كتير جدا، وهتفضل بتأثر فينا كل ما بتعدي علينا. بالظبط. بعدها عملت سقوط حر وما كانش انجح حاجة مع مع شوقي نيلي. المجري، بالظبط. بعد كده رجعت في اللي هو مخرج مهم 2017 جدا جدا كمان. جدا يعني تكملة للمخرجين. احنا قلنا محمد ياسين، قلنا كامل ابو ذكري، قلنا شوقي المجري، قلنا تامر محسن. عايز اقول لكم كمان ان هي اشتغلت مع احمد خالد موسى اللي مكسر الدنيا ابو عمر المصري. في العتاولة. اشتغلت معاه في ابو عمر المصري برضو واحمد عز كسوبر ستار يعني. ومسلسل برضو متاخد من رواية زي ما اتكلمنا مع في عز كتابة عز الدين شكري في شير. فعمل برضو كان كويس جدا وهايل ابو عمر المصري. عملت ما بينهم واحة الغروب، عمل بديع، عمل ارتستيك اجواء يعني. ملحميه غريبه كده. بالظبط، في زمن تاني، في اجواء تانية، في صورة جميلة، في كل حاجة كانت حلوة في المسلسل. لكن لو انت بتمل بسرعة المسلسل ايقاعه رتمه بطيء، بطيء رتمه شويه. بطيء. لكن بجد لكن زي سعد. زي بطيء زي كتابات مريم. هي مريم بتقول انا انا شخص بيكتب ببطء شويه. فساعتها المسلسل ده تحديدا يمكن ايقاعه البطيء اثر على بالظبط. في ناس على كتابه مريم، فحصلت زي شدة تاتشات طبعا كده مع كاملة مع كامله، واضطرت ساعتها انها تستعين بهالة الزغندي علشان خاطر تكمل تزق حقيقي. معاها. فبس في النهايه لا، مشروع العمل مريم مشروع. مشروع مريم، وفي النهايه العمل يعني خرج او نجح بشكل كبير جدا. حقيقي. وطبعا يعني منا وخالد النبوي كانوا رائعين. سيد رجب. يعني راكين سعد عمل كانت الدور ممتازه حلو ممتازه. جدا. فيجي بعدها زي الشمس مع دينا الشربيني. برضو كان عمل فيه مشاكل إخراجية كتير، بس زي الشمس نجح. للامانه انا مش ما شفتوش. بس هو نجح ساعتها جماهيريا جدا، وكان من أول الحاجات اللي تنجح كبطولة مطلقة لدينا الشربيني. ففعلا عمل يستحق. بعد كده تقريبا مريم بدأت مشروع سرد. مريم خرجت لنا من تحت ايد سرد اعمال رائعة. بداية الخمستاشرات، بداية تيمة ال15 حلقة. مريم عملت لنا 3 اجزاء ليه لا، اللي هو امينة او بطولة. سرد بقى اللي عملت بالظبط. بطولة امينة خليل الجزء الاول، التاني منة شلبي، التالت نيلي كريم. هو اقلهم يعتبر التالت ده. بس يعني ممكن نحط دول على جنب ونتكلم شويه او نبروز شويه. خلي بالك من زيزي. خلي بالك من زيزي مسلسل 30 حلقه، انت قصه. عارف ان انا كنت فاكره ان هو 15 بس. انا فاكر كويس قوي. وللامانه ما كنتش متصور، يعني كنت بتابعه طبعا باستمرار، بس ما كنتش متصور. لما عرفت ان هو 30 حلقه قلت الموضوع هيمشي ازاي. الموضوع هيبوظ منهم بشكل او باخر، ريسك كبير، خصوصا ان هي كانت بدات الخمستاشرات. بالظبط. و... بس واصلا خلي بالك من زيزي لما نزل محدش كان بص عليه خالص دي حقيقة تماما. محدش كان بص عليه ولا بيتكلم وكان كمان في انتقاد. انت عمال تجيب الاسم ومحوره بدل خلي بالك من زوزو، خلي بالك من زيزي. ده بس اللي كان يعني يمكن الاسم هو اللي كان مخلي الناس تعرف ان في مسلسل اسمه خلي بالك من زيزي. كريم الشناوي محدش عارفه. بطولة أمينة كريم خليل. الشناوي كان عمل قبيل بس وكان عامل تقريبا عيار ناري في السينما. بالظبط.
أمينة خليل مع محمد ممدوح قبل ما يكونوا الدويتو اللي عملوا بيه 5-6 أعمال ناجحين. فكريم القاسم، علي قاسم علي قاسم في دور كبير تقريبا. كان برضو كان مع كريم الشناوي في قبيل، وقبليها كان في طايع برضو كان عامل دور في دور بقى صغير. مختلف وكبير تماما. بيومي فؤاد في دور غريب عليه. نوع عابدين، أسماء جلال. لا لا مسلسل. بص انا مش عايز افتح على خلي بالك من زيزي، لان خلي بالك من زيزي ده انا لو فتحت عليه انا هخرج شحنات مش طبيعيه حقيقي. انا خلي بالك من زيزي. خلينا نقول جمله ان هو عمل خلاب. لا انا يعني محتاج اكتفي بكلمه واحده، ان انا بحب المسلسل ده قوي. بس انا بموت فيه يعني. انا هعلق عليك، انا بقول لك خلي بالك من زيزي، حاله لن تتكرر حقيقي يعني. وعملوا بعدها هو في مسلسل اوف سيزون برضو اللي هو وش وظهر بتاع ريهام عبد الغفور واياد نصار. مسلسل هايل 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 هايل، اتفرجوا عليه. وبعدها رمضان 2023 نزلوا الهرشة السبعة، برضو من المسلسلات العاطفية اللي تخلي يعني. انا كنت بتفرج عليه قبل ما اتجوز على طول، والناس تقول لي تتفرج على ده قبل ما تتجوز، تتفرج على مش عارف ايه. بس مسلسل بجد يعني. شكرا أمينة خليل، شكرا محمد شاهين اللي لا ثانية، انت بتاكلنا في الكلام. مش باكلك، بس بحب المسلسل. بتحب المسلسل؟ طب يعني ايه انت قبل ما تتجوز واتفرجت عليه بعد ما يعني ما ايه يعني يعني ما فرقش الحقيقه. انا كنت بحبه قوي وما كانش شاغلني اي قواضي غير ان انا بتفرج ومبسوط ومستمتع، ومش عايز المسلسل يخلص ومش عايز الحلقه تخلص. بجد انا يعني لا الهرشة السبعة للامانه. شكرا كريم الشناوي، بجد شكرا كريم ومريم على تعاونكم، واتمنى تعاون دائم ومستمر. انا مش قادر افهم في مشروع ما بينهم اسمه لام شمسيه. المشروع ده المفروض ان هو كان منى زكي اللي هتعمله وتوقف. دلوقتي بيقولوا ودلوقتي بيقولوا امينه خليل. فانا يعني انا بقول لهم يعني يا مريم يا كريم، بعد اذنكم يا تعملوا لنا لام شمسيه يا تعملوا لنا حاجه غيره بعد اذنك يعني، عشان خاطر الموضوع يعني احنا محتاجينكم موجودين بالشكل ده. يعني حقيقي قطعتوا بيه بالظبط. بعدها السنه يعني 2024 اللي احنا فيها دي نزلوا بين السطور وصبا واحمد فهمي ونجح جدا. ودلوقتي نازل مسلسل اسمه الا الطلاق. انا بسمع عنه بس ما مش هنقدر نحكم عليه عشان احنا الاثنين ما اتفرجناش هو عليه 10 بصراحه. حلقات مش عارفينه يعني. هو ما حدش عامل عليه يعني، ما حدش اتكلم، ما حدش من الابطال نزل له بوستر، ما حدش دعايه قليله جدا يعني. فاحنا مش عارفين اصلا هو اتعمل ايه، ظروف انتاجه. هي دينا للامانه كانت تطلع تقول انا عندي مسلسل 10 حلقات على منصه بس هي دينا ده اللي كان بيتقال. فمعها سلمى ابو ضيف اعتقد. بالظبط، سلمى واياد كمان. يعني خلينا يعني نترقب ونشوف هو بيتكلم عن ايه. بس شايفين قد ايه مريم نعوم يا جماعه عملت لنا اعمال عظيمه. شوفوا كل الاعمال اللي كل شويه نقول اصل انا بحبه قوي، اصل ده احسن عمل، اصل ده اجمل عمل، اصل ده عمل بديع، اصل ده عمل خلاب. بجد يعني احنا لما نقيم في الاخر في بند اللي هو الاعمال الايقونيه والاعمال اللي هتعيش سنين، احنا ممكن ممكن نخلي مثلا 5-6 لمريم نعوم بس. ممكن يعني اقل حاجه هنقول 5 اعمال ايقونيه لمريم. يعني مش هنقدر نقول ان موجة حرة مش ايقوني، ذات مش ايقوني، سجن النساء، تحت السيطره، واحة الغروب، خلي بالك من زيزي. كل الاعمال دي هتفضل انا متاكد ان هي هتفضل. السينما محتاجاك يا مريم حقيقي. نجرب يعني نحاول بجد ان نفسنا نتفرج على حاجه في السينما لمريم نعوم. ويا سلام لو مريم نعوم وكريم الشناوي، تبقى حاجه. مريم نعوم وكامله ابو ذكري تاني مثلا مريم نعوم وتامر محسن اللي برضه السينما وحشايه وما عملش غير قط وفار مع فراج. يعني ان شاء الله نتفرج على حاجه منهم اكيد قريب. طيب الاسم الثالث يا رامز، عبد الرحيم كمال. الاسم اللي كان عليه اختلاف ما بيني وما بين رامز، ولكن بعد قراءة السي في والتأني لقينا ان احنا يوسف غلبنا يا جماعه. يعني هو للامانه يعني هو مش خلاف، بس يمكن لعدم قرب مدرسه عبد الرحيم في الكتابه ليه. رغم ان انا يعني باجي عند عبد الرحيم كمال وبقف عند مسلسل الرحايا. هو حقيقي المسلسل ده لما عبد الرحيم نفسه، مش عارف، انا عندي علاقه كده مع المؤلفين دايما. الاقرب لقلب المؤلفين هو الاقرب لقلب.
يعني عبد الرحيم اتسأل قالوا له انت ايه المسلسل الاقرب لقلبك، فقال لهم الرحايا. وانا المسلسل ده هو الاقرب لقلبي بجد. انا بحب الحاله دي. حاله كانت عاديه جدا، اخوات بيقتلوا اخوهم والاب نور الشريف بس. الحاله اللي هي بتاعت الصعيد اللي نقلها عبد الرحيم كمال، قال لك انا نقلت بيتي، مم. نقلت اهلي، نقلت الحاله اللي انا كنت جاي من الصعيد وعبرت عنها. فبيقول وكانت الفرصه الاولانيه ان هو يعرف مثلا، هو قال انا اعرف نور الشريف من 95، مم. ونور الشريف فضل على علاقه صداقه معاه لغايه لما جت الفرصه. لحد ما وبيقروا حاجات لبعض، ومفيش اي فرصه بتتعمل لسه، لحد ما في الاخر اجتمعوا في الرحايا سنه 2007. والرح الرحايا تقريبا كانت كان 2009. الرحايا 2009 انا اسف. مم. كان ملحمه. كانت بدايه الملاحم نقدر نقول. يعني هو بتاع ده كده خد بقى الشكل ده، يعني فتح الطريق للملاحم الكتير قوي اللي هنتكلم عنها بالتفصيل. بالظبط. بس يا جماعه انا بحب الرحايا قوي، بحب آم، الحاله اللي كانت في المسلسل، بحب الاغاني اللي كانت في المسلسل. يمكن المسلسل ما كانش معمول بالشكل الانتاجي اللي تطور بعد الجبار كده. بالظبط. كان هو مسلسل عادي انتاجيا، على شكل المسلسلات الصعيديه القديمه بتاعت محمد صفاء عامر وما شابه يعني، وشبه مسلسلات حسني صالح. وشبه مسلسلات حسني صالح. بس للامانه هو ده حسني افضلهم. ده افضلهم كتير. صحيح. يعني حسني صالح بعد كده هو بيقول يعني هو حسني صالح اشتغل مساعد ومخرج منفذ يعني، او مساعد لاسماعيل عبد الحافظ في فترات كبيره. بس ده العمل الافضل على الاطلاق طبعا لوجود نير الشريف، واكيد الانتاج كان مختلف بالظبط. رغم عدم يعني مشابهته مم. للحاجات يمكن هو وشيخ العرب همام كانوا هم بالظبط هم يعني. الاكبر. هو الشيخ العربي همام كان حسني صالح اه برضه، اه صح؟ هو عمل بعدها وادي الملوك برضو قصة محمد المنسي قنديل. بس بس حاجات ما انتاجيا نجحش ما تماما. كانتش اه ما كانتش لا، بالقدر وادي الملوك كان المفروض انتاجه يعني كبير، بس ما نجحش اطلاقا. يعني كان عبد الرحمن الأبنودي اللي عامله و... وقصة رواية كبيرة لمحمد يمكن المنسي الحاله قنديل. بتاعت الصعيد بالشكل يعني المتعارف عليه القديم ده ما بقتش حقيقي هو فعلا زي ما انت تنور قلت. دلوقتي زي الرحايا وشيخ العرب همام هما الأكثر تأثيرا يعني في. وطبعا هيرجع لوجود نور الشريف ويحيى ويحيى الفخراني. الفخراني، دول اكيد اه هم اللي ادوا التقل يعني للاعمال دي. يكفي ان احنا نقول ان حسني صالح السنه دي 2024 عمل مسلسل اسمه قلع الحجر. ما تشافش اطلاق اه يعني مش هنتكلم. يعني ف بس هو للامانه نرجع تاني. هو مصر على الشكل القديم. يعني بالظبط. هو مصر على الشكل القديم اللي هو ستيل جمهوره بقى يمكن فئه يكون ضيقه يعني، بالظبط. ليه جمهوره للامانه، بس فئه ضيقه ستيل ما بقتش منتشره بالشكل ده. بالظبط. تعال نرجع تاني لعبد الرحيم كمال. عبد الرحيم كمال بدأ بداية غريبة شوية لما بدأت أشوف أعماله على سينما دوت كوم. هو بدأ بعمل أنا بموت فيه اسمه شباب أونلاين. مهم. شباب أونلاين كان مكتوب من ناس كتير قوي. كان موجود معاهم كان موجود معاهم. ودي اخراج هلا خليل. هالة خليل يا جماعه بالنسبه لي مخرجتي المفضله. بس لقيت حاجه في شباب اونلاين ان هو كان في كذا حد للناس كاتب اللي مش فاكره، شباب اونلاين ده عباره عن سيت كوم. كان بيقلد فريندز كان او بيقلد هو فريندز. فريندز بس كان متمصر. كان بدايه بقى يعني، ناس كتير بقى اتشافت، احمد الفيشاوي، امير كرارة، لقاء الخميسي، بشرى، خالد صالح. انا كنت بحبه جدا للامانه وانا بحبه يعني جدا جدا. بس الفكره في السيناريو والحوار لقيت 3 4 اسامي كده غراب قوي. منهم اسمين اللي هو عمر طاهر وناصر عبد الرحمن. مهم. وهما الاثنين يعتبر شله عبد الرحيم كمال، الشله الصوفيه اللي بيقعدوا مع بعض في على القهوه. بالظبط، اللي هما بيقعدوا مع بعض في اللقاءات الصوفيه بتاعتهم دي. ولقيت احمد محمود ابو زيد معاهم. ف... فدي تاني كانت جيل اصغر شويه. لا في نفس السن نفسه. تقريبا. ف فلقيت ان دي البدايه. بعد كده اشتغل في حسين عناصية برضو في بتاع حسين الامام. وبعد كده كانت انطلاقته في فيلم في على جنب 2008 اللي هو على جنب يا اسطى، اللي ما لقاش. الفيلم ده انا بحبه جدا. بالظبط. محب السينما بتعيد اكتشاف على جنب يا اسطى لغايه النهارده. فيلم بجد حلو، فيلم فيه فكره من الشارع.
اخراج سعيد حامد، اشرف عبد الباقي كان هايل، نجوم شرف كتير. ونجوم شرف كتير، و اروى جوده كانت بدايه بطلة ليها برضو، بالظبط. كانت حاجه كويسه جدا. فيلم كان من الشارع حقيقي ومكتوب بشكل كويس جدا. بالظبط. بعد كده عبد الرحيم بدأ شغل في الدراما، ويعني وهاتك يدعك الحقيقة لم يتوقف عبد الرحيم كمال عن يحسب له بصراحه العمل الاستمراريه الفظيعه لحد بالظبط. دلوقتي يعني. يكفي ان احنا نقول الراجل ما رامز توقفش من 2009 تقريبا. تقريبا. هو 2009 الرحايا، 2010 شيخ العرب همام، 2012 الخواجة عبد القادر. وقت الثوره يمكن، وخواجه عبد القادر ده حكايه لوحده. بالظبط. 2014 دهشة، 2016 اتنين يعني عملين، يونس ولد فضة وونوس. مهم. بعد كده يروح للسينما مع شريف عرفة في الكنز واحد واتنين، وخيال مآتة مع حلمي. يشتغل مع محمد رمضان في تجربة غريبة زي زلزال. بعد كده يرجع لتجربة فنية بحتة مع كاست برضو يعني نجوم لسه بيسطعوا. فأهو ده اللي صار مع روبي وأحمد داوود وفراج. يعني لما نرجع لهدى اللي صار تحديدا، انا عندي كلام كتير عايز اقوله. حقيقي. بعد كده بقى يرجع في آخر أربع خمس سنين يعمل لنا نجيب زي زركش، يعمل لنا القاهرة كابول، يعمل لنا جزيرة غمام، يعمل لنا الحشاشين. وكل فمعلش عمل كل عمل بينجح، بيعلى عن التاني. نجاح اكبر من التاني. استمرارية رهيبة، سرعة في الكتابة الكبيره بشكل يا جماعه. يعني. الحشاشين ده عشان يتكتب، لا هو ده عمل. هو يا جماعه مش ورشه، هو عبد الرحيم بيقعد، استاذ عبد الرحيم كمال بيقعد بيكتب عمل زي حشاشين لوحده، بمصادره بتفاصيله بابداعه. بيعمل عمل قبلها زي جزيره غمام. هو باحث هايل طبعا في المقام حقيقي الاول. يعني. فجزيره غمام برضو مسلسل هايل. القاهره كابول رغم عدم نجاحه وان هو شابه برضو التطويل والحوارات الفلسفيه. بس للامانه لا يعني، خد صدى نجوم كبار، طارق طبعا لطفي، فتحي عبد طبعا. الوهاب، وخالد الصاوي، كان حدث وقتها، وحسام علي مخرج مميز حقيقي. يعني. ونجيب زي زركش في اخر المسلسلات الكبيره ليحيى الفخراني، ربنا يديله الصحه. برضو مع اهدار اللي صار، اللي انت بتقول عندك كلام كتير قوي عليه، وقد ايه المسلسل ده فيه ليه انصار، مش عايزين نقول انصار، اللي هو ليه مجانينه. عارف، عبد الله صار ده كان هو اوف وقتها. سيزون، ما نزلش في رمضان. هو كان هيتعرض في رمضان، وكان يعني طبعا المسلسل اخراج المخرج السوري حاتم علي. هو مخرج رائع يعني، وليه اعمال كتير مميزه في سوريا، وعمل في مصر يمكن مسلسل تحت الارض، وقبليهم كان النجاح الرهيب اللي عمله الملك فاروق. حاتم مخرج. حتى يعني كان عبد الرحيم بيحكي، بيقول ان هو لما قرا النص ما ترددش هو لحظه. توفاه الله في 2020 برضو دي عشان حقيقه. الناس اللي مش عارفه. يعني اعجب جدا بالنص، وما خدش وقت تماما ان هو يقول انا هعمل النص ده. آم، حالة كده كانت المفروض تنزل في رمضان، وكانوا بيخطط ليها انها تنزل في رمضان وقتها في السنة اللي كان هيعترض فيها، بس لظروف ما قرروا ان هم مش هينزل في رمضان. ساعتها عبد الرحيم قال ان انا اتضايقت بسبب الموضوع ده، واكيد صناع المسلسل، انا نفسي كنت مترقب يعني، انا كنت مترقب ساعتها وده اللي صار في رمضان. بس من هدايا القدر من هدايا الجميله. القدر الجميلة والمفاجآت السعيدة للأمانة إن هو ما اتعرضش في رمضان. حقيقي. المسلسل خد حقه أكتر. حتى يمكن في حديث ما كان حاتم علي بيقول إن المسلسل رتمه مختلف كتير عن مسلسلات رمضان. المسلسل كان يدعو للتأمل. في تفاصيل حنينة كتير قوي، في بيعبر عن ناس، وعبد الرحيم قال الموضوع ده بيعبر عن فئات معينة على مدار يعني في حقبة تاريخية معينة، وفي ترابط ما بين يعني الأزمنة. بس هو بيتكلم عن فئة من المهمشين، الناس اللي هم الفنانين اللي مش مشهورين، الفئة المهمشة حقيقي. من الفنانين. الهائمين. الهائمين اللي هم في اسكندرية على البحر بيستخدموا قلبهم في كل حاجة. قلبهم، بيقولوا شعر، بيقعدوا على القهوة يغنوا، بيحبوا. في مشاهد أيقونية زي مشهد العزا. المسلسل ده كان يعني كان وجبة رائعة
من كل الكاركترز اللي اشتغلت فيه، مميزين سوسن جدا. بدري برضه عملت دور حلو قوي. انا لو هعد يعني انا هقول يعني كلهم كانوا رائعين طبعا. سوسن بدر، روبي، داوود. داوود، محمد فراج، علي بحر كان دور ايقوني بالنسبه له. بس انا اتاثرت اكتر بالكاركترز اللي حوالين الشخصيات الرئيسيه. مم. اتاثرت هشام اكتر اسماعيل بالكاركتر اللي كان عامله هشام وعلي اسماعيل. الطيب علي الطيب، اللي هو وديع اللي البساطي. هو اللي انا بالنسبه لي هو بطل المسلسل. مم. علي الطيب في دور وديع البساطي كان رائع. كان حتى هشام اسماعيل يقول له يا آلاتي يا فلاتي يا يعني انت مش هتورد على جنة. المشهد بتاع العزا، لما وديع، مشهد كده 7 8 دقايق مش فاكر قد ايه بس طويل جدا، بيتكلموا فيه عن وديع البساطي وقد ايه هو راجل عليه كتير من اللغط. يعني اكيد هو ما كانش حد يعني معصوم من احسن الأخطاء. حد، بس بالظبط. حد قد ايه بيحب فنه اللي هو البسيط. مجرد ما جاله اللوتري دوت، راح اشترى اجر مسرح وفي الاخر مات بسبب ان هو اتحسر على المسرح اللي اتحجز عليه. بسيط، آه، جميل، رائع. فعلي الطيب حقيقي من الناس اللي محتاجه تركز اكتر، لان هو عنده كتير ممكن يقدمه. فبالنسبه لي أوداد نصار حاله حقيقي مميزه، حاله فريده، حاله حنينه. آه، من المسلسلات اللي انا ممكن اقعد اعيد المشاهد بتاعتها كتير قوي. التأملات والكلام بتاع علي بحر ووديع ونادرة ويوسف والحالة الجميلة اللي أبدع عبد الرحيم كمال في وصفها، حقيقي حقيقي حقيقي، يعني لن تكرر برضه. وفعلا لازم ندي الكريدت لعبد الرحيم كمال فعلا يعني. تخيل انت بتتكلم على مسلسل قاعدين نسرد عليه 3 او 4 دقايق ويعتبر هو مش اكتر مسلسل نجح ليه. انت بتتكلم ان احنا لو قعدنا نتكلم على ونوس، يا جماعة ونوس عمل تقيل قوي، عمل بوم كمان. عمل خرافي يعني. بتتكلم على الخواجة عبد القادر وشيخ العرب همام. لا يا جماعة دي مشاريع كبيرة قوي ما يكتبهاش اي حد. يمكن عشان بس ما نوظف الحتة بتاعت اختلافنا على عبد الرحيم كمال. مفيش حد يقدر يقول ان عبد الرحيم هو مش من المؤثرين او من العظماء في الجيل ده. بس يمكن الطابع الفلسفي اللي هو صعب جدا يمكن بيخلي الاعمال بتاعته تتحط في زونة معينة. يعني محتاجة تركيز بشكل ما، محتاجة متلقي مختلف بشكل ما. بس خلينا برضو مش نديله يمكن حقه. يمكن انا مش بحطه في حتة المشاعر. لا يعني انا هقول ايه، هقول هل كل اعمال عبد الرحيم كمال مسلية؟ لا. هل اغلبها حتى؟ اه انا مش شايف كده بصراحة. هي دي نقطة انا اقدر اقول اللغط لك اللي عندي انا بصراحة. اقدر اقول لك ان الحشاشين عمل مسلي وعظيم وكبير. اقدر اقول لك ان ونوس عمل مسلي وضخم وكبير. اقدر اقول لك ان شيخ العرب همام نفس الكلام. اقدر اقول لك ان اهو ده اللي صار نفس الكلام. فعلى قد المجهود البحثي والمجهود الفلسفي اللي بيبذله عبد الرحيم كمال في النص، على قد ان هو بيضفي على قدر الامكان وعلى قدر ما يستحمل النص روح. انا للامانة دي مش متجاوب معاها. يمكن دي مشكلة عندي انا شخصيا في التلقي. بس بحس ان في فجوه كده. يمكن كنت افضلها في وقت ما، يمكن العيب فيا انا شخصيا، مرحله ما من حياتي انا مش قادر اتلقى هذا النوع من الفلسفه. بس انا سؤالي، المخرجين اللي بيتعامل معاهم عبد الرحيم بيجودوا قد ايه على او بيضفوا قد ايه من روحهم او من روح او من افكارهم على النص، بحيث ان هم يقدروا يخرجوه فعلا بشكل يعني عبد الرحيم ما كتبش كوميدي مثلا. هل حقيقي. هل هل يستطيع؟ مش عارف.
بس هو عبد الرحيم ما كتبش اجتماعي، يعني كتب كل اللي بيكتبه اجتماعي اكيد، بس ما كتبش اجتماعي بالمعنى هو دايما اعماله بيؤثر عليها الجانب الملحمي اكتر. جانب ملحمي، جانب فلسفي، جانب سياسي بقدر ما. مم. كاركترز تقيلة، بالظبط. افكار تقيلة. هو لازم يكون في كاركتر كبير او اتنين او تلاتة. انا مشكلتي يمكن انا التلقي بتاعي محتاج شويه طريقه مختلفه عن عبد الرحيم، لكن ده طبعا لا ينفي استمراريته، لا ينفي موهبته، لا ينفي بالظبط. ولو جينا قدرته نتكلم العجيبه على ان هو يصنع الكم الهائل من المسلسلات ديت او بالظبط الاعمال دي. بالظبط، لو جينا نتكلم نفس فكرة مريم نعوم وقلنا قد ايه ليه اعمال ايقونية، برضه مش هتقدر تنكر ان احنا انا نذكر ما اقدرش انكر للامانه. 4 أو 5 اعمال فعلا ايقونيين وهي. بس هنرجع ونقول مم. اعمال مريم مسليه. انا طبعا. في رايي، طبعا. اكتر من عبد الرحيم. يمكن عبد الرحيم شخصيته هي اللي طاغيه على اعماله اكتر. مش الدراما. مش يعني يعني تحس ان هي وجهة نظر مؤلف وكاتب اكتر من انها عمل درامي يكرر مشاهدته. يعني ممكن نقول ان الدراما يعني هي اعمال مريم نعوم اعمال يعني يمكن المفضلين لقلبي اللي هو الاعمال اللي نقدر نشوفها كتير. انا مش بحس ان اعمال عبد الرحيم تتشاف كتير للامانه. طب اسالك سؤال، مهم. نقدر نقول ان اعمال مريم نعوم الدراما هي اللي بتحرك النص، واعمال عبد الرحيم كمال شخصية عبد الرحيم ودراسته ومرجعيته وافكاره هي اللي بتحرك النص؟ انا حاسس كده، يعني شايف ان شخصيه الباحث والمفكر عند عبد الرحيم هي اللي بتضغط على النصوص. مم. فبالتالي المخرجين هم قدامهم نص متكامل. يعني انا اتصور ان عبد الرحيم بيخرج نص متكامل ما بيعدلش عليه كتير. اعتقد برضه. يعني هو العمل مثلا 80% منه 90% منه بيتصور زي ما هو بيبقى نص متكامل. مم. فالروح الفنيه بقى او اللي بتطفي روح من التسليه بتبقى منتقصه شويه. يمكن المخرجين بيتحجموا، بيحسوا ان هم ما عندهمش مساحه كافيه ان هم رغم ان برضه ما نقدرش نقول ان عبد الرحيم يمكن اكثرهم فنيا للامانه شادي الفخراني، عبد الخالق عبد القادر. انا شايف ان اللي هو النوس. يمكن يعني اعمال شادي الحقيقه او قدره شادي ان هو يخلق حاله مسليه يمكن بانت او برضه في عبد خالق الرحيم عبد كمال القادر وفي اشتغل مع مخرجين كبار، اشتغل مع شريف عرفة، اشتغل مع شادي الفخراني، اشتغل مع خالد مرعي في السينما. فما نقدرش مع حاتم علي، ما نقدرش نقول برضو ان هو اشتغل مع مخرجين هو قدر يقود الدنيا اكتر. فبرضو لا اكيد دي شخصيات قويه، بس انت احساسك لما بيجي لك نص مكتمل، هو ده تصوري، ده وجهه نظر تحتمل جدا انها تبقى غلط اكيد. بس يعني ده يمكن اللي حبيت اقول انا ليه ترددت في اختياري لعبد الرحيم كمان. واكيد كده الناس فهمتنا. فتعالى ننقل على الاسم اللي بعده، وهو اسم ممكن الناس تتفاجئ بيه شويه، ولكن دي كانت المفاجاه بقى. احنا قعدنا ندور للامانه ومش هخبي عليكم، يعني احنا لما عملنا السيرش بتاعنا لقينا ان اصحاب الاستمراريه هم ناس اجيال اقدم، اجيال بادئه من قبل الألفية بشويه بالظبط. والناس دي بقى عندها قدره او كان عندها قدره هايله انها تفضل مكمله ل 2015 2016 2017 وتعمل حاجات سواء في السينما بقى او التلفزيون بشكل متنوع وبشكل متوازن بشكل كبير جدا. يمكن مثلا مش هنغفل دكتور مدحت العدل اللي ليه تواجد سينمائي وتواجد درامي مميز جدا. بس الاسم اللي احنا هنتكلم عليه هو يوسف معاطي. ايه رأيك يا يوسف بقى؟ خليني اقول للناس برضو قبل ما نتكلم، هو عامة انا يوسف معاطي بحبه جدا جدا جدا، بس ممكن ناس نسيت يوسف معاطي، نسيت اعمال يوسف معاطي. خلينا نسرد بقى بشكل سريع. تعالوا نتكلم كده سينما وتلفزيون. هو عامة يوسف معاطي يا جماعة متوقف عن العمل
سينمائيا او تلفزيونيا او حتى عن الظهور التلفزيوني من 2017. مفيش اي عمل طلع ليوسف معاطي بعد 2017. حاولنا ندور على اي لقاء، اي عمل يعني لقاء صحفي، لقاء تلفزيوني، مداخله تلفزيونيه، احنا شخصيا ما لقيناش، ومش عارفين ايه سبب الاختفاء. هو مش هو للامانه هو مش اختفاء بشكل قصري يعني. لا، عايز اقول لك ايه، هو مش اختفاء صدفه. امم. هو اكتشفت من نتيجه البحث ان يوسف هو كده من زمان. يوسف صحفي كبير جدا، طبعا. اختلط يعني بكتاب وبأجيال العظماء من السينما ومخرجين كبار جدا من زمان. وكان بيعمل برامج زي الست دي امي. زي الست دي امي، برنامج مؤثر جدا، وبرامج طبعا. اخرى في ماسبيرو كان ليها تواجد. حتى الماتيريال بتاعه البرامج ديت على اليوتيوب قليله امم. للامانه. صح. فتواجد، حتى التواجد يعني رغم ان يوسف معاطي عنده قدر كبير، عنده تاريخ كبير، وعنده تواجد كبير بماتيريال كبيره، التواجد ده للامانه مش مؤرخ ليه او مش مسجل بالشكل اللي يليق بحجم انتاج وحجم موهبه يوسف معاطي. بالظبط. وعشان برضو ننقل لكم الصوره اكتر، يا جماعه يوسف معاطي من بدايه الالفينات. ممكن نبدا نقول ان في 2003 عمل التجربة الدنماركية مع عادل إمام، وعمل مسلسل ناجح جدا اسمه أدهم وزينات والثلاث بنات لفردوس عبد الحميد وفاروق بحبه الفيشاوي. جدا. مسلسل جميل. يجي في 2004 يعمل لنا عباس الأبيض في اليوم الأسود مع يحيى الفخراني، مسلسل بالشراكه مع سمير خفاجي. بالظبط، مسلسل رائع الناس بتعشقه، اخراج نادر جلال طبعا. مع عريس من جهة أمنية لعادل إمام. يكمل في 2005 يعمل لنا فيلمين: السفارة في العمارة لعادل إمام مع عمرو عرفة، ومعلش احنا بنتبهدل لأحمد آدم. وقد إيه مش هقدر أقول لكم الفيلمين دول نجحوا قد إيه. نيجي في 2006 يعمل لنا سكة الهلالي ليحيى الفخراني وأنا الأوان لوردة. نيجي في 2007 يعمل لنا عملين. خلينا شايفين كده ان كل سنة تقريبا في فيلم كبير ومسلسل كبير. انت بتتكلم على عادل امام، يحيى الفخراني، فاروق الفيشاوي. فانت بتتكلم يا جماعة لا الراجل ده مش بيهزر. نيجي نتكلم في 2007 يعمل لنا يتربى في عزه، من انجح مسلسلات يحيى الفخراني. ولا انا ومرجانة واقف. طبعا انا عندي حكايه على تربى في عز للامانه. هنرجع لها. ومرجان احمد مرجان مع عادل امام. لا يتوقف. 2008 طباخ الريس مع طلعت زكريا، فيلم عبقري لهنيدي ومن انجح افلامه، وعمال يستخدم شخصيته لغايه دلوقتي. رمضان مبروك ابو العلمين حموده. يجي يعمل لنا حسن ومرقص عادل امام وعمر الشريف. يعمل لنا بوبوس عادل امام ويسرى. يرجع تاني مع المخرج الجميل وائل احسان في امير البحار في 2010. يرجع في التلفزيون يعمل لنا ماما في الاسم سميرة احمد بحبه جدا. ومحمود ياسين. انتوا شايفين الاستمراريه عامله ازاي يا جماعه؟ انا كل ده ولسه في 2010 الثلاثه يشتغلوا لنا أعمال ياسمين عبد متنوعة العزيز. فيها أفكار شباب كوميدي ومع ناس كبيرة وكبار ودراما وافكار متنوعه. يعني خد كده اي عملين ورا بعض، هو مفيش حاجه شبه بعض. فعليا مفيش حاجه شبه بعض. انت بتتكلم على حسن ومرقص، على الحالة المسلمين والمسيحيين والخلافات الطائفيه اللي حصلت ساعتها. رمضان مبروك ابو العالمين حموده. الكاركتر نفسه كاركتر أمير البحار مدرس بالكاركتر. صعيدي. مرجان احمد مرجان يتربى في عزه. لا في شيء يا جماعه بيتقدم. يرجع لنا تاني مع احمد عز في 365 يوم سعاده. بعد كده فرقه ناجي عطا الله ورجوع عادل امام تاني للتلفزيون بعد سنين. يرجع تاني لمحمد هنيدي في تيتا رهيبه في 2012. بعد كده سلسله من الاعمال التلفزيونيه مع عادل امام، ثم يتوقف. بدايتها بالعراف، مرورا بصاحب السعاده واستاذ ورئيس قسم ومأمون وشركائه وعفاريت عدلي علام، ثم يتوقف. مع اختلاف جوده كل مسلسلات عادل امام الاخيره، من افضلها الى اسوأها الى الافلام المسلسلات المتوسطه. ناس كتير قوي بتحب العراف، ناس تحب صاحب السعاده، ناس تحب عفاريت عدلي علام، وناس تكرهه. ناس تقول لك لا، الثلاث مسلسلات الاخيره بتاعت عادل امام مش لا يليق بقيمته ولا يليق بقدره. لكن خلينا نتكلم ان انت في 17 او 15 سنه
عامل كم مكتبة هذا التنوع. مكتبة سينمائية وتلفزيونية، مع كم نجوم، مع بطل زي عادل إمام وبطل زي يحيى ما هو ده الفخراني. ده الفكره بقى، الفكره ان وجوده مع يحيى الفخراني وعادل امام تحسه يعني تنوع. هو شكل مرحله مهمه في تاريخ يحيى الفخراني، وشكل بالظبط. مرحله مهمه في تاريخ عادل امام. حقيقي. وعايز بس اقول ملحوظه صغيره بمناسبه ان احنا اتكلمنا على عبد الرحيم كمال. هتلاقي ان يحيى الفخراني انقسم شويه او فتره ما يعني لما كان بيتكلم على مواضيع اجتماعيه يعني كان مع حياتيه يوسف شويه، معاطي. كان مع يوسف معاطي. لما حقيقي. حب يخش في امور فلسفيه مواضيع اكثر تعقيدا، فهو راح لعبد الرحيم كمال. وده يبرر اللي احنا قلناه من شويه، حقيقي. ان يمكن عبد الرحيم ينقصه الروح دي، هو مش سكته، مش الحاله دي. ف الشكل ويوسف معاطي مع نجمين كبار زي عادل امام ويحيى الفخراني حاجه مش سهله ابدا. طبعا. يعني انا اتذكر ان الحاله اللي عملها فيا انا شخصيا حماده عزه كانت حاله في الوطن العربي كله مش تقريبا. طبيعيه. طبعا. انا يعني من زمان وانا عندي حاله عشق للتترات بتاعت المسلسلات. يعني انا بستنى كل رمضان او بستنى كل مسلسل ينزل. يحيى آه، الفخراني كان شاطر قوي في الموضوع ده. وكنت بهتم جدا 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 ان انا اتفرج على التترات من اولها لاخرها واسمع الاغنيه. وبالنسبه لي هو التتر هو العنوان بتاع المسلسل، اللي هو الجواب بيبان من عنوانه. فلما اتعرض تتر حماده عزه كانت صدمه ومفاجاه كده بالنسبه لي من اول ما الاغنيه الغريبه اتعرضت بتاعت هشام عباس وكلمات ايمن بهجت قمر لما كان في عزه يعني. واول ما اتقال انجغ انجغ قلبوزه يا صغنن يا ابن المحظوظه، وانا حصلت لي حاله بلاهه كده، استغربت. وكل اللي جه في بالي يمكن هو يحيى الفخراني هيخايش السنه دي ولا ايه. بس مع الوقت بقى وزي بقيه الناس بقيت استوعب، بدات اهضم مقدار الاختلاف اللي بيقدمه يوسف معاطي ويحيى الفخراني وقتها. طبعا المسلسل كان من اخراج المخرج الكبير مجدي ابو عميره. ف حالة حماد عزه كانت بالنسبة لي حقيقي حالة خاصة وأكيد طبعا يعني وجود كريمة مختار وماما نونا الحالة دي كانت آه، مؤثرة جدا. وزي ما قال يحيى الفخراني في تصريح قبل كده ان يوسف معاطي كان متأثر جدا بفقدان والدته في الوقت دوت، وبعدها كتب يتربى في عزه وطلع بالجمال والعظمة دي. فالخلاصة ان يوسف معاطي نقدر نقول عليه الكاتب الاولد فاشون المعاصر كده. يعني شوف برغم التوقف ده وابتعاده لفترة طويلة جدا، بس اللي قدمه ممكن اجيال جاية تتفرج عليه بكل سلاسة ومش هيلاقوا اي صعوبة في تقبل ده. بس فاحنا من موقعنا ده يعني بنسأل على يوسف معاطي وبنقول له انت فين، وبنقول له ان احنا مفتقدينه جدا للامانة يعني حقيقي. الاسم الخامس ويمكن الاسم الأغرب يعني من ساعة ما بدأنا الليست دي، نحب بس نفكركم إن إحنا اتكلمنا على تامر حبيب ومريم نعوم وعبد الرحيم كمال ويوسف معاطي، والاسم الخامس معانا هو أحمد عبد الله. أحمد عبد الله اللي ما يعرفوش وبدون مقدمات، أحمد عبد الله هو الكاتب والسيناريست اللي كتب لنا عبود على الحدود، الناظر، ابن عز، الليمبي، ميدو مشاكل، عسكر في المعسكر، فول الصين العظيم، غبي منه فيه. كتب لنا كباريه، كتب لنا الفرح، حد سامع حاجة، وكتب في التلفزيون الحارة وبين السرايات ورمضان كريم وأرض النفاق. نفس أحمد عبد الله اللي كتب لنا الأفلام العظيمة والمسلسلات الكبيرة دي، كتب برضو حاجات يمكن تستغربوها شوية في السي في بتاعه. كتب لنا عيال حبيبة ولخمة راس وقصة الحي الشعبي. تنوع يا يوسف. انت بالظبط. ليه متضايق من بس التنوع؟ بس هو لما تباين. لما تيجي تشوف يعني الراجل برضو زي ما هو عنده ابداعات ما عرف يوظفها بشكل او باخر، حصل نوع من انواع حقيقي. بس اكبر الهفوات يعني. اكبر حاجه يعني، اكبر تضاد نقدر نتكلم فيه ان في 2007 احمد عبد الله نزل كركر، في 2008 نزل كباريه. بص، هو احمد عبد الله شخصيه من الحاره، شخصيه مننا، مظبوط. شخصيه يعني برضو هي مدرسة ال الكاركترز الكتير اللي عندهم تفاصيل كتيرة. هو يمكن ما عندوش جمل حوارية مميزة، بس عنده حالات مميزة، عنده أفكار كتير على مستوى الشخصيات
من الشارع اللي هو اوريدي مولود فيه او تعايش فيه، فقدر يخرجها لنا على الشاشه بالظبط. بالشكل احمد عبد الله شاطر، البارع ده. شاطر في صياغه الافكار. ده حقيقي. يعني اي حد فعلا، احنا ليه اتكلمنا على الالفينات؟ لان مثلا اي حد مواليد اوائل التسعينات او اواخر الثمانينات وبدا شبابه او مرحله المراهقه بتاعته في اوائل الالفينات زينا كده، فانت بتتكلم انه الراجل ده شكل بالظبط فكرك، جزء شكل جزء كبير قوي من، الافلام اللي عايشه معاك الكوميدي يعني بتاعتك. اي حد عنده كان عنده من اول 13 14 سنه لغايه 20 سنه اكيد دخل الناظر في السينما، اكيد دخل عبود، اكيد دخل ميدو مشاكل والليمبي وفول الصين العظيم وغبي منه فيه، اكيد دخل كباريه واللي انت والحاره. قلته دي افلام مش هتموت، لن الافلام دي لن تنسى. لن تنسى يعني لن برغم تندثر. اختلافات الكلام عليها لن تندثر بالظبط. والانتقادات اللي نالتها احيانا بعضها يعني في وقت حقيقي ما، حقيقي بس الافلام دي بالظبط. هتعيش يكفي سنين وسنين. يكفي ان احمد عبد الله لغايه دلوقتي اي فيلم فيه تجميعه يقول لك هو بيقلد كباريه والفرح. دي حقيقة. حتى الان بس هو بيميل لده بالظبط. للامانه، هو بيحب الحاله دي او بيلاقي فيها حقيقي. نفسه، بس فيلم زي بيكررها بحكايات مختلفه، حقيقي بس للامانه هو نجح فيها جدا، مفيش حد في عملها زي. كباريه والفرح يا جماعه، تقريبا ما فيش ناقد سينمائي على وجه ارض مصر ما انبهرش بيه حتى الان. كميه تفاصيل رهيبه، ريفرنس ممثلين وريفرنس الكاركترز كان حقيقي جدا وواقعي جدا، وتوظيف للممثلين بشكل. اقول لكم على حاجه، عايزين تعرفوا قيمه الفرح؟ اتفرجوا على تريلر الفرح. مهم. تريلر الفرح تجميع لوحده عجيبه اصلا انت ما تتخيلهاش. بالظبط. طبعا يحسب الموضوع دوت لسامح عبد العزيز انه طبعا طبعا في الاثنين، في كباريه وفي الكباريه الفرح. والفرح، يعني هو يعني اكيد هو كمل بالظبط. لما تجيب الكتابه الهايله من احمد عبد خالد الصاوي مع ماجد الكدواني مع باسم سمرة مع ياسر جلال مع دنيا سمير غانم مع حسن حسني مع محمود الجندي مع صلاح عبد الله، لا في ايه؟ في ايه؟ مع كريمه مختار مع سوسن بدر تطلع رقاصه، مع دنيا سمير غانم تطلع بنت مسترجله، مع خالد الصاوي بالكاركتر الغريب، وماجد الكدواني في كاركتر عمره، في الاثنين في فرح وفي دي كباريه. حقيقة. فلا يا جماعه، انا بس حاسس ان الناس ما تعرفش مين هو احمد عبد الله. حقيقي احنا محتاجين يا جماعه يعني. طيب انا يعني خليني بس اقول لكم ان احمد عبد الله ببساطه، آه، كل الناس اللي شافت فيلم عبود على الحدود، ففي مشهد، انا المشهد ده كل ما بيتكرر فهو بيفصلني ضحك للامانه، وما بقدرش امسك نفسي منه. اسمك ايه؟ لما كان الدكتور اللي كان طالع في الكشف بيقول له اسمك ايه، فبيقول له حبود. بيقول له خريجة. فلما بيقولوا دون بوسكو قسم الحام، حضرتك موطي صوتك ليه؟ انا بالنسبه لي المشهد ده ايقوني، المشهد ده بارع، بس الدكتور ده هو السيناريست احمد عبد الله. يمكن دي المره الوحيده اللي ظهر فيها في السينما، بس يعني تخيلوا الحاله اللي عملت المشهد ده هي اللي مطلعه الحاجات الخالده اللي احنا بنتكلم عليها. وهو للامانه حد يعني اون جراوند قوي، حد من الطبقه يعني اللي عاشت شبهنا، عاشت تجارب كتير تجارب شبهنا، كتير وشبهنا، شافت الشوارع اللي احنا بنمشي فيها متربي في يعني بين السرايات، مسلسل عمله اصلا وكان ناتج عن تجربته هو الشخصيه وعيشته في منطقه بين السرايات. على فكرة يا مسلسل جماعه بالظبط، مسلسل بين السرايات من اجمل المسلسلات. مسلسل ناجح جدا، وكان انتاج العدل جروب، بالظبط. ومسلسل لقى نقد واشادات كبيره جدا. في حقيقه يعني احمد عبد الله عمل ساعه ونص. انا بحب ساعه ونص جدا، رغم ان انت عارف ان انا في حاجات كده معينه من الاعمال اللي بيبقى فيها شجن وبيبقى فيها حزن بتلمس قلبي. ساعه ونص من الافلام الحزينه جدا، كان فيلم تقيل حقيقي، وفيلم فعلا حزين. يعني عندي بس يعني لوم بسيط يمكن على وائل احسان او على المونتير بتاع الفيلم، مش عارف مين المتحكم في الموضوع، ان المسلسل ان الفيلم ده هو كان ساعه ونص بجد. دي حقيقة. يعني تحس ان هو اتلم في ساعه او اتقطع كتير عشان نوصل بس ان هو ساعة. نوصل. يعني المسلسل ده الفيلم ده للامانه انا بحسه فيلم ينقصه حته زياده. بالظبط.
كانوا يعني ممكن يقولوا ساعتين الا ربع. يعني يعني في كمية مشاعر يعني جميلة جدا ورائعة جدا وحزن بحزن بقى كملها للآخر. يعني البوستر الفيلم بتاع ده لو الفيلم كان يخوف. لو كان زاد ربع ساعة ده كان هيبقى. بالظبط، البوستر يخوف فعلا يعني. كان في كوميك طالع برضو ان تقريبا البوستر ده فيه 90% من ابناء الممثلين. يعني انت بس للأمانة كلهم كانوا متوظفين بالظبط كويس. يعني يعني. أنا يعني وكان خلي بالك المسلسل ده كان أو الفيلم ده مم. يعتبر كان يعني تجربة مختلفة تماما ونقلة مختلفة لوائل إحسان. حقيقي. يعني وائل إحسان كان بيغير جلده تماما طبعا. بعد كل أعماله تقريبا كوميدية، وهو مخرج يعني من أهم المخرجين اللي عملوا كوميدي في الألفينات. ساعة ونص كان تغيير جلد تماما، وللأمانة يعني أثبت فيه إن هو عنده حاجات كتير ممكن يعني. واخر حاجه يجب ان نذكر ان احمد عبد الله حتى الان من سنه 2000 الى 2024 لم يتوقف. لم يتوقف السنه دي مع اختلاف المستوى. بالظبط السنه دي نزل بفيلم طبعا فشل، خلينا نقول بصراحه. هو فيلم ليله العيد بس، تكلم فيلم بطولته يسرا مع سيد رجب مع ابطال كتير بس ما نجحش. هو للأمانة خلينا يعني نقول اللي لينا إن لسه الممثلين أو النجوم الكبيرة بتثق في قدرة أحمد عبد الله بالظبط. إن هو هيقدر يعمل وكمان حالة، في رغم إن هي تبدو متشابهة على مستوى التجميعات وعلى مستوى اليوم بس الواحد في وعلى حاجه بتشد مستوى الناس ليها. بس هو بيعرف مم. يصيغها بشكل مثالي للأمانة. ويعني النوع ده بما إن هو متفرد وما فيش حد أو قليلين اللي بيعرفوا يعملوا ده. ف يعني اشتغل فيلمين مع احمد امين، 200 جنيه والمحكمه. محمد أمين. محمد امين، أنا قلت احمد امين. اه محمد امين سوري. برضو ما نجحوش النجاح الساحق بس نفس الفكره. عمل ارض النفاق مع هنيدي، عمل رمضان كريم نجح اول الجزء الاول، الجزء الثاني ما نجحش. فبرضو نقدر نتكلم ان هو في استمراريه حتى الان. عمل الماء والخضره والراجل الحسن مع يسر نصر الله. وده كان غريب جدا. برضو كانت تجربه عجيبه يعني. عمل الحرامي والعبيط برضو مع مخرج اسمه محمد مصطفى. فنقدر نقول ان هو معانا لسه شغال ولسه انا بحب احمد بيأدي، عبد الله شخصيا وتوقع منه نجاح في اي لحظه. دي حقيقة بيعمل بوم غريب بالظبط. يعني. ف دي القائمه بتاعتنا. ونيجي لاهم 5 دقايق في البودكاست بتاعنا. احنا عاملين تقييم صغير كده بعد كلامنا واستطردنا. احنا بجد مش عارفين مين هو احسن واحد في ال5 ومش عايزين نعرف، لكن هنفكر كده ونقول ببساطة احنا على ال5 نقط دول مين فعلا ممكن يكون احسن واحد في الشورت ليست دي. تعال نمشيهم واحد واحد يا رامز. لو نتكلم هنقول كل نقطة ليها درجتين. تنوع المواضيع، تامر حبيب ياخد فيها كام من 10؟ سوري، كام من 2؟ 0 1 2. تنوع المواضيع. تامر حبيب معظم افلامه او مسلسلاته بتميل اليها انه العامل الدرامي، الجانب الرومانسي الدرامي، الاجتماعي، العلاقات المتشابكه. فانا شخصيا ممكن اديله 1. وانا بتفق معاك لان انا شايف ان تامر ستيل هو حاصر او مش حاصر. هو ده اللي بيعرف ده يعمل. تامر. ده طيب تامر. التنوع بين السينما والتلفزيون انا شخصيا اديله 2 رغم توقفه. رغم توقفه. بس هو وصل لمرحله مع لكن هو عامل 2017 فعلا مسلسلات هتعيش وعامل افلام هتعيش، حتى لو 4 و4 لكن عامل. دي حقيقه مش هختلف معاك. تمام. عدد الاعمال هو عنده سقطه كبيره في الموضوع. بالظبط. كسل رهيب. ممكن نقول 1. تمام. يعني لو هتقيم ال5 سنين اللي اختفاهم دولت ان هم 1 مش قرب الاعمال لقلبك. عايز تقيمها من ناحيه مجمل الاعمال ولا عايز من كل الأعمال. ولا عايز توصل لكام عمل؟ كل اعمال تامر حبيب مدى قربها الى قلبك. 0 1 2. سؤال صعب قوي. حقيقي سؤال صعب. اجاوب انا 2. وانا 2. احنا كده متشابهين في كله. الاعمال الايقونيه لتامر حبيب هنختلف فيها دي. معرفش. طب انا هقول 1. 1 بس. ويعني لا
ولا هتقول عمل؟ 0 1 2 ده اه تقييم المجمل الاعمال الايقونيه لتامر حبيب. انا بتفق معاك واحد. طيب كده حاسس ان نقدر التقييم ده ظالم يا يوسف. هو مش تقييم على قد ما هو لعبه بنلعب. خلينا ده. ماشي. ممكن نعملها من 1 ل5 في كل كاتيجوري. لا خلينا نمشيها كده دلوقتي، تمام. وممكن تمام. نلاقي طرق مختلفة او طريقة تمام. مختلفة نقيم بيها في مريم وقت نعوم، آخر. تنوع المواضيع. انا شايف ان مريم هي الاكثر تنوعا على الاطلاق، فتاخد 2. وانا معاك. التنوع بين السينما والتلفزيون. تاخد 0. وانا لان مريم عملت هو فيلم فيلم طبعا. واحد. عدد الاعمال. مريم ما توقفتش بالظبط. سواء على مستوى السرد او على أعتقد مستوى 2. افلامها، فهتاخد 2. قرب الاعمال لقلبك. 2. انا ممكن اديها 3. الاعمال الايقونيه. برضه هتاخد 2. وانا كمان 2. عبد الرحيم كمال، تنوع المواضيع. انا هديله 1. هديله 1 برضه. التنوع بين السينما والتلفزيون. 0 لان هو عمل فيلمين. لا، عمل الكنز فيلمين، وعمل خيال مآتة، وعمل خيال مآتة على جنب والكنز يسطا. وعلى جنب يسطا. ما ياخدش 1 برضه. وانا اعتقد برضو، لان برضو الكنز كان فيه مشاكل كتير قوي مع شريف عرفة والناس قالت ده اسمه اتشال من على الافيش والكلام ده كله. وخيال مآتة برضو تقريبا مش... شريف عرفة من بعدها ما اشتغلش مع حد تاني من المؤلفين. بالظبط. طيب عدد الاعمال لعبد الرحيم. لا الاستمرارية ياخد فيها 2 بصراحة، والعدد يعني خير دليل يعني. مظبوط. قرب الاعمال لقلبك. يمكن في وسط كل دوت هياخد 1 يعني. انا بتكلم في الرحايا، بتكلم في دهشة، بتكلم في اهو ده اللي صار. في اهو ده اللي صار. نسبة وتناسب يعني 1. وانا معاك برضو الاعمال الايقونية. انا هقول 2 من غير ما ابص. 2 رغم اختلافي. هي ايقونية بس يمكن مش بالنسبة لي. تمام. يوسف معاطي، تنوع المواضيع. هديله 2 مستريح. التنوع بين السينما والتلفزيون. 2 مستريح. عدد الأعمال. 2 مستريح. قرب مع الأعمال. مع الاخذ في الاعتبار ان هو اشتغل برضو مع نجوم بعينها. بنحبها بالظبط. مش فكرة بنحبها بس بعينها يعني قليلة. بالظبط. يعني يمكن اختلافه بس طلع أنا- مرة لأحمد أنا- عز، لكن هو ستيل عادل امام، أنا عن أمير، نفسي- محمد هنيدي، يحيى الفخراني. بس أنا معاك برضو في معظم الأرقام. ممكن بس في تنوع المواضيع. هو مفيش موضوع جابه ما اتعملش قبل كده. مفيش موضوع جابه مختلف تماما عن الساحة. ما غيرش لون. صح. نجم خلاه يعمل شرير مثلا، ما عملش. صح برضو ستيل. فأعتقد ممكن نديله 1 في التنوع. هياخد 1. قرب الأعمال لقلبك. كتير. أنا 2 ويمكن أكتر من 2 كمان لو في. بس نديله 2 بصراحة لأنه هو يستحق. الأعمال الأيقونية. اللي هتعيش ممكن نعد. لا، لأن احنا ما عدناش في اللي فاتوا، فمحتاج مظبوط. conclusion. انا شايف ان اعمال يوسف معاطي مع يحيى الفخراني كلها عايشة، افلامه كلها عايشة. يمكن مش كل اعماله مع عادل امام عايشة. حقيقي. وعمله برضو التلفزيونية انا مع حاسس ان غير انا عاطفتي يعني ميال. انا رأيي بس ان عمل ايقوني كما يقول الكتاب متكامل ما بين اخراج وتمثيل وتأليف وتصوير واضاءة والكلام ده كله. انا اعتقد ندي يوسف معاطي 1 مش 2. بتقيم العمل ككل، مش ايقوني بان هو هيعيش بس او لا. بالظبط. تمام. اوكي. احمد عبد الله، تنوع المواضيع. انا هديله 1. في نفس الاريا.
التنوع بين السينما والتلفزيون. واحد. انا هديله واحد برضه. عدد الاعمال اتنين، عشان فعلا هو اكثرهم استمرارية حتى الان. قرب الاعمال لقلبك. عنده حاجات كتير قريبة. يكفي الناظر، يكفي غبي منه فيه، الليمبي. يكفي الليمبي، يكفي فرح وكباريه. فرح وكباريه وساعة ونص، فياخد اتنين بعد. الاعمال الايقونية. هو فكرك ان هو عامل الناظر. بس يا جماعة بجد، ممكن الجيل الجديد ما يبقاش فاهم تأثير فيلم الناظر على الناظر على جيلنا عامل ازاي. وغبي منه فيه والليمبي. يا جماعة التلاتة دول فول الصين العظيم. فول الصين العظيم ويانا يا خالتي وكباريه والفرح اتنين يا يوسف، اتنين بعد اذنك. احنا عاطفيين زيادة، بس هو يستحق. احنا جينا عليه الراجل ورا. النتيجة دي احنا يمكن محتاجين. يعني طاغية عليها عاطفتنا اكتر بالظبط. بصراحة. يعني احنا شهادتنا مجروحة، زي ما بصوا، هي يكونوا برضو النتيجة عشان تبقوا عارفين. زي ما يكون مثلا احنا متحيزين لثلاثة مع بعض مثلا، او بنفرض رأينا. بس للأمانة يعني هي من هي وجهة نظر. بالظبط. يعني النتيجة المفروض زي ما انتم شايفين على الشاشة، هي تامر حبيب 7 في المركز الثاني، وعبد الرحيم كمال 6 في المركز الثالث، وفي المركز الأول مناصفة ما بين مريم نعوم ويوسف معاطي وأحمد عبد الله ب8 نقط. ولكن لو هسألك سؤال في نهاية البودكاست قبل ما نقول سلام، وهقول لك لو انت من وجهة نظرك عايز تقول من ال5 دول هو أفضل سيناريست في الألفينات من سنة 2000 ل 2024 حتى الآن، هو من؟ رغم يعني اسم بدون تفكير. مريم نعم. تمام. وانت تقدر تقول لنا مين؟ انا اقدر اقول ان انا اتفق معاك، رغم ان احنا كتير بنتفق ان لا نتفق، ولكن انا برضو رأيي. انا شايف ان مريم بتفردها بموهبتها، بقدرتها على التنوع والقيادة، انها والإدارة تقدر تطلع البرودكت دي. مريم رغم ان مريم عملت اجدد واحدة فيهم، عملت اعجاز للامانه. وبدأت وبدات والعمر قدام مريم اطول. اكتر واحده بدات متاخر فيهم بالظبط. يمكن زي عبد الرحيم كمال، يمكن نفس الوقت تقريبا. نفس الوقت تقريبا. بس مريم اشعر انها هي اللي قادره انها تستمر لفترات اطول مما استمر الباقيين. لان مريم ما بقتش بتمثل نفسها بس للامانه. مريم بقت يعني بقى عندها مؤسسه، او بقى عندها حاجه او كيان من خلاله بتستطيع انها تطلع اعمال اكتر. مظبوط. وكلها بتبقى على كواليتي محترم جدا. فبالتالي سواء مريم هتكتب عمل بمفردها، او مع هيتكتب سرد هيتكتب او ان مع هو مع اي سرد، مجموعة او مع اي مجموعة مجموعه. عمل فمينيمم كواليتي مضمون. مضمون ومتنوع برضو على مستوى السنين اللي جايه كمان. حقيقي. يا جماعة احنا طولنا عليكم جدا، واحنا بنشكركم، واتمنى ان انتوا تكونوا مبسوطين لو وصلتوا للمرحلة دي او للدقيقة دي. فاحنا هنقول لكم ان احنا مش عارفين نشكركم ازاي، ومش مصدقين ان انتوا استحملتونا كل الوقت ده. وشكرا ليكم، ومستنيين دايما تكتبوا لنا في الكومنتس قد ايه احنا كلامنا صح او غلط او وحش او حلو، او في ناس اسامي مهمة احنا نسيناها، او نقط او تفاصيل مهمة محتاجين اكيد. نتكلم واحنا عليها. يعني اكيد هنرجع في اوقات كتير ان احنا نتكلم على ناس تانية بعينها، لان في ناس كتير للامانه تستحق. بس يمكن عاطفتنا هي اللي وجهتنا النهارده. وزي ما بقول لكم، او زي ما قلنا لكم، هو كان زي ما هو حديث القهوة اللطيف الخفيف. حاولنا ان احنا ننقله بنفس الروح وبنفس اللطف في تيك وان بودكاست النهارده. شكرا ليكم يا جماعة، ونشوفكم في حلقات جديدة ان شاء الله. شكرا. سلام.